القضية بدأت بنوال. نوال دي يا جماعة محدش عارف كان هي عبارة عن ايه، متطلقة منفصلة، محدش عارف عنها أي حاجة. المهم هي جت في أحد المناطق الشعبية، كانت بتدور على بيت معين يكون دورين بحيث إنها عايزة تشتريه، فبالفعل لقت البيت ده وجت فعلا اشترته. وجت على الدور الأرض يا جماعة من الجهة عملت فيه محل كبير ووضبته محل عبايات. قامت جايبة بنتين اشتغلوا برضو في المحل، والحياة كانت ماشية كده. كان بيجي الناس يشتروا منها، يجي واحد هو ومراته يقفوا في العربية ينزلوا تختار تشتري، وكان الموضوع كده عايش على كده. وفي المنطقة الشعبية وانتوا عارفين ناس لما بيشوفوا انسانة زي دي لوحدها او منكسرة هم نفسهم بيخافوا عليها او بيحموها. وده جمال المناطق الشعبيه، خصوصا ان اللي هي اسمها نوال دي كانت عامله فيها يا جماعه اللي هي الشيخه خديجه، يعني بقى الورع والاخلاق والتقوى والطلع لله وكل حاجه تمام التمام يعني. فالمهم مع بعض الوقت كان قصاد المحل ده كان في سوبر ماركت كبير بتاع عم فوزي. فعم فوزي ده جه حصلت حالة سرقة في المحل، فايه بيراجع الكاميرات، فهو بيراجع الكاميرات عشان يشوف السرقة. فاكتشف حاجة غريبة جدا، اكتشف ان اللي هم الزباين اللي بيجوا، يعني مثلا لو واحد هو ومراته ركن العربية ونزل، ما بيغيبش مثلا، ما بيقعدش نص ساعة ولا تلت ساعة، ده بيقعد بالساعتين. فجه يراجع الكاميرات بقى، فضل ايه زي ما تقولوا ايه، الراجل استغرب. فجه يراجع مره واثنين وثلاثه، فلقى ما فيش واحد بيجي بعربيه وبيدخلوا مثلا اللي هو يشتروا حاجه الا لما بيقعد اقل حاجه ساعه او ساعتين. فاستغرب الراجل ده. ففي الاول قال عادي يعني، لكن مع الوقت ابتدى الراجل ده كل فتره يجي يفرغ الكاميرات. وبالفعل فجي بقى الراجل قام جاي عامل زي ما تقولوا ايه، استغرب الموضوع. فهو يعرف الناس اللي في المنطقه، فجاب من ايه احد الشباب اللي يعرفهم، يعني اللي هم بيقفوا على النواصي خد يالا انت وهو في لهم، والله انا شاكك في حاجه. الناس اللي بتروح تشتري من المحل ده العبايات ده بينزلوا ويقعدوا بيغيبوا بالساعه والساعتين، وبيشتري ايه ده؟ لو بيشتري المحل كله كان هيخلص. بصراحة لا، انت وهو الفار بيلعب في عبي. انا بصراحة شاكك ايه يا عم الحاج، في ايه ده؟ ست نوال دي ست محترمة، ده بتطلع لله يا عم، ده بقالها هنا معانا داخلة في سنة اهي بتذبح وبتطلع لله. والعيد ده هي متفقة مع الناس اللي هو الجزار اللي هنا ده وهتذبح. يعني ازاي بتقول كده يا عم؟ لا لا لا، مفيش الكلام ده. لهم والله انا شاكك، انا شايف كده. فالمهم واحد من ضمن الناس دي ما بياكلش معاه النظام ايه اللي يعمل فيها شيخ والكلام ده. ففعلا هو ايه اقتنع، خصوصا ان هو قال له وريني كده. ففعلا دخل ووراه الكاميرا ووراه الناس فعلا بتدخل، فبص لقى فعلا الزبون بيدخل هو ومراته، بيغيب فعلا لان الوقت موجود، وبيقعد فعلا بالساعه والساعه ونص وبعد كده يطلع تاني. فهو بيني وبينك برضو الواد اللي هو مع زمايله ده استغرب، اللي هو اللي فيهم اللي ما مش مراكبه معاه برضو الموضوع ده. فجه احد المرات وكان قرب عيد الاضحى يا جماعه، جاي ناس، وكان بقى في اليوم ده بحيث ان موسم بقى، انتوا عارفين العيد والحاجات دي بتبقى مواسم، فبيبقى فيها الشغل كتير خصوصا عن الملابس يعني. فما كانش بينزل بقى ايه عربيات، ولازم يا جماعه عربيه، يعني ما يجيش واحد كده مشي، يعني ما تلاقيش ما فيش واحد وواحده مثلا بيجوا مشي، واحد ومراته بيجوا مشي، وما فيش حد عيل صغير معاهم. يعني ما صادفش ان في عيل صغير بيجي معاهم، يعني طفل ابن بنت، لا ده هم 2 بس. فجه الراجل اللي هو عم فوزي ده جاب بقى العيال تاني، قال لهم بصوا شفتوا في ايه يا عم فوزي؟ انت مالك في ايه؟ انت حاطط نقرك من نقر الست الغلبانه دي ليه يا عم؟ ده من كسرة ولوحدها، انت في ايه؟ قال لهم يا جماعه في ايه؟ انت ما شفناش كله عربيات وكله 2؟ يعني ما فيش مره بين 2 ستات مع بعض، ما فيش مره عيل صغير معاهم. يا عم فوزي في ايه؟ قال لهم بصراحه يا ابني انت هو انا شاكك، الست دي مش نازلي من زور، في حاجه غلط. يا عم فوزي فكك منها بقى، في ايه؟ المهم جه في احد المرات عم فوزي ده قام جاي رايح مكلم، يعني ليه البنات اللي الناس يعرفهم تقريبا قرايبه يعني، ويروحوا يشوفوا ايه الست دي او ايه ظروف البنات اللي ايه عندها، على اساس انها تشتري يعني. فراحوا فعلا نزلوا، وكان اللي هو قرايبه دول كانوا بيفهموا في العبايات، فراحوا عشان يشتروا. فالمهم البنات اللي هي شغاله في المحل لقوا اللي هو قرايب عم فوزي ده ان البنات مش فاهمه في العبايات، ما بتفهمش ولا بتعمل، مش عارفه تقول دي ايه، ولا عارفه تقول تطريزها، ولا عارفه تقول اذا كانت العبايه دي نوعها ايه. فالمهم رجعوا بعد ما اللي بعتهم عم فوزي، فرجعوا قالوا له بصراحه انت معاك حق يا عم فوزي، البنات دي مش فاهمه اي حاجه، البنات دي ما بنعرفش هي مشغلاهم ازاي، يعني هم حتى مش فاهمين، ده احنا هو اللي رحنا نشتري فاهمين اكتر منهم. فالمهم عم فوزي بعد ما قرايبه دول جم قالوا له ان هم ما بيعرفوش في اي حاجه
وما بيعرفوش يبيعوا اصلا. فقام جايب بقى عيال من المنطقه، يعني قال لهم بصوا يلا انت وهو، انا عايزكم تمشوا ورا واحده من اللي هم بايعين دول. ليه يا عم فوزي في انت عايز ايه بس؟ انت مش ناوي برضو؟ فالمهم واحد منهم قال له ماشي بس هاخد منها. قال له ماشي يا عم هديك برضو اللي فيه نصيب، بس عايزك تمشي لي ورا بنت من البنتين دول وتعرف هي بتروح فين. فبالفعل جه يمشي وراها، فبص لقاها وهي بتطلع من بره الشارع، من بره المنطقه كده شويه، بتلاقي عربيه مستنياها. فقام جاي مشي وراها وراقبهم، فبصوا لقوا داخلين في منطقه تانية، محل تاني، يعني داخلين محل نفس الحوار بالظبط، محل نفس العبايات، وداخلين محل تاني وقعد مستنيها. لقاها فعلا غابوا برضو بتاع ساعه ساعتين فطالعين. الواد استغرب قال لك ايه ده؟ يعني نفس الحوار اللي بيجي يحصل عندهم في المنطقه، ان ناس بتيجي بعربيه واحده ويدخلوا ويغيبوا ساعتين، هي نفس البنت اللي كانت شغاله عندها وبتدخل برضو مع راجل، بتركب معاه ويروحوا في محل تاني تقعدوا ساعتين. فالمهم اول ما الواد بص وشاف الموضوع ده، راح بقى لعم فوزي قال له طب بص انت معاك حق يا عم فوزي، في حاجه غلط احنا مش فاهمينها. قال له في ايه يا ابني في ايه؟ قال له دلوقتي احنا نفس اللي بيجي يحصل هنا زي ما شفت في الكاميرات بالظبط، راجل بيركن العربيه وبينزل هو ومراته ويغيبوا جوه ساعة ولا حاجة ويرجعوا. نفس الحكاية دي حصلت مع البت اللي شغالة من اللي عندها، برضو طلعت على المنطقة ركبت مع واحد وراحوا في محل في منطقة تانية، وبرضو دخلوا وغابوا برضو بتاع ساعة وطلعوا الاتنين. أنا مش قلت لك دي كده في حاجة غلط؟ فالمهم جه طبعا الولا لما أول ما سمع من عم فوزي وكلمه، راح طبعا قال بقى للشباب، وانتوا عارفين بقى شباب المنطقة والرجاله كله بعيد عنها. ليه يا جماعه؟ لانها بتذبح، يعني ايه؟ ماشيه في دور ايه؟ زي ما قلنا قبل كده الشيخه خديجه الورع، وبتذبح وبتطلع لله، والغلبانه بتديها ولو واحده فايه، فماشيه في المنطقه واخده بقى وضعها في المنطقه انها ست كويسه ومش باين عليها اي حاجه. فالمهم جم العيال بقى قال لك بس احنا هنراقب البنات دي ونتاكد. ففعلا البنات دي بتيجي في وقت من الاوقات بتيجي تمشي مش ميعادها، فجم فعلا راقبوها، لقى منهم واحد راح محل تالت غير المحل اللي راحت قبل كده، ونفس الحوار، وطلعت على الناصية ولقت عربية مستنيها ركبتها وراحت محل تاني في منطقة تالتة، ودخلت المحل فعلا ساعة. مين بقى وهو هناك يا جماعة من أحد المرات لقى مين؟ لقى اللي هي شغالة في محل من المحلات التانية اللي هم راحوها، هي اللي كانت بتيجي مع واحد عندهم في محل في المنطقة. فعرفوا بقى ان الموضوع كله موضوع شمال في شمال. ازاي بقى يا جماعه؟ او ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل كالاتي: دي واحده هم اصحاب مع بعض، كل واحده فاتحه محل عبايات ومشغله عندها 2 4 5 محلات وفي مناطق مختلفه. بيجي اللي هو الزبون اللي هو من الاخر اللي عايز يروق نفسه، بيجي تتصل بواحده من منطقه اللي هو اللي بيبقى الزبون عايز اللي هو اسمه معين من ضمن اللي هم بنات اللي مش شغالين، هم مش بنات، ده هم اصلا بالمناسبه يعني ضهاره كلهم بمعنى اصح. وبيجي تقوم جايه متصله بيها تقول لها جهزي واطلعي، يطلع الراجل مستنيها على الناصيه، تركب العربيه تروح محل تاني اللي هو محدش يعرف عنها حاجه وتدخل تظبط. طب واحد عايز حاجه تانية هم ماشيينها كده عشان ما حدش يتكشف، يبقى الكل شغال، الاسم انه شغال في المحلات بس ما حدش يعرف ان ده بيروح هنا وده بيجي هنا. فطبعا يا جماعه الواد اللي اكتشف الموضوع ده والشباب اللي اكتشفوا الموضوع ده قال لك بس في حاجه، وكان بقى يعني داخل على ايه؟ على الوقفه، وقال لك بس ده احنا هنعمل عليهم حفله. ففعلا في كذا عربيه كانت واقفه وجم ومش مدين اي اخوانه، وبالفعل فجه في الوقت ده بقى قام جاي شباب المنطقه اتلموا كله ومظبطين نفسهم وقاموا جايين داخلين مره واحده بقى على المحل. ايه لما لقوا فيه عربيتين، كان يوم في اليوم ده كان في حوالي عربيتين 3، ودخلوا بقى هما فين؟ بصوا ما لقوش حد في المحل اللي هما العربيات مركونه، ودول جوه المفروض يبقوا جوه المحل. فبيبصوا في المحل لقوا في باب موجود عامله في اخر المحل، باب كده صغير بينفذ على ايه؟ على الدور اللي هو الارضي، على الاولاني يعني، اللي هو تفتح الباب ده تخش بقى تلاقي ايه؟ تلاقي سوري في اللفظ البلاوي كلها اللي موجوده، عامله الدور الارضي نظام اوض مع بعض كده، اوض مختلفه بحيث اللي عايز يدخل يعمل حاجه ياخد اوضته. فدخلوا بقى يا جماعه بعد ما زقوا الوليه وزقوا البنتين وثبتوهم ومسكوهم ودخلوا، قام جايين زقين الباب. فلقوا بقى اللي هم ايه؟ اللي هم ال3 عربيات دول كل واحد في اوضه، ودخلوا لقوا شرب ولقوا قله ادب ولقوا مسخره، فمسكوهم من هنا طبعا كلوا علقه. عارفين بقى شباب المنطقه بقى
حكى له الرجاله اللي كانوا بيعملوا المواضيع دي حته علقه. وبالمناسبه انتوا جايين هنا تقرطصونا في منطقتنا، ده انا هفرتكوا، انت جاي تقرطصنا، انت جاي تلبسونا العمه يا اولاد مش عارف ايه. والمهم قاموا جايين بعد ما اكلوهم الطريحه التمام، قامت جايه نسوان ومن ضمنهم الناس اللي كانت بتساعدهم، ومسكوها بالشبشب يا جماعه، خلوها زي كده شجره الدر لما كانت ماسكه حكم مصر لما ماتت بالشبشب، مسكوها طحنوها بالشباشب. وقاموا جايين عم فوزي اتصل بالشرطه، طبعا كله متلبس، وقاموا جايبينهم وجات الشرطه. فجي طبعا بقى قال لهم في محل معين، في محلين تانيين. كان الموضوع عكس كده تماما، ده مش محل ولا 2 و3، ده حوالي 5 محلات يا جماعه. ودي نوع من انواع الدعاره الموجوده. القصه بدات بواحده اسمها سميره ده يا جماعه كانت شغاله في محلات اللي هي محلات الملابس، ومن صغرها يعني هي لما من اول ما كانت صغيره من اهلها غلابه، كانت على طول بقى بتشتغل في المحلات دي، ومن المحل ده والمحل ده، والناس كلها تعرفها يعني. هي كويسه مش وحشه، بس سميره دي كانت حلوه قوي وكانت عايقه، يعني تحب تهتم بنفسها قوي. فالمهم سميره دي كانت في دايما الناس بتتهافت عليها، لدرجه ان كان في دجار بس هي كانت بتخاف منهم. هي كانت من الاول كانت نفسها تتجوز انسان تحبه ويشوفها بقى ويحترمها ويحبها، لان هي عارفه كل الناس بتبص لها انها طمعانه فيها لانها غلبانه وعشان حلوه. فهي كانت نفسها في انسان بيحبها يعني. ففي احد الناس دي اللي قابلته كان في شاب شغال ترزي. الشاب ده اللي هو بيصلح بقى الحاجات اللي بتاعت المحلات، عارفين طبعا المحلات بتبقى فيه حاجات بتيجي بتروح فبتوديها للترزي ده وبيظبطها يعني. فالمهم هو بصراحه يعني كان بيحبها جدا، وهي حبته لانه حبها يعني لذاتها، مش حبها عشان خاطر شكلها ووضعها يعني الجميل. فالمهم اتفقوا، فجي قال لك نتجوز. فهي كانت الاول اهلها قالوا ماله يا ابني واستروا بعض، هي كانت رافضه عشان خاطر كانت امه موجوده معاه في الشقه اللي هو فيها، فقال لها اروح فين ومش هاجي فين. فالمهم قبلت بالوضع ده واتجوزوا وقعدوا فتره. بس جت بعديها حست انها مخنوقه ومش قادره تستحمل، خصوصا ان كان ام زوجها ده اللي هو الشاب الترزي ده كانت صعبه شويه، ليه كانت حمائيه بمعنى اصح يعني يا جماعه. فالمهم يعمل ايه قال لها خلاص هناخد شقه بره، وانا برضو هنحاول منين ومش منين. قال لها مالكيش دعوه بقى. فالمهم جه على نفسه، واي حاجه كان بيستعملها يعني كان بيدخن، بطل سجاير، كان مش عارف هو شاب كويس يعني. فحاول يوفر كل حاجه بحيث انه يوفر لها شقه. فالمهم فعلا جاب لها شقه ونقلوا فيها. بس هي الحياه كانت صعبه يعني، هي كانت شغاله، هو طبعا منحها انها تنزل محلات تاني. ليه؟ لانه عارف يا جماعه يعني هو اول ما اتجوزها اتشرط عليها، قال لها ما فيش حاجه اسمها محلات، انت عارفه طبعا وعارفين ان هما بيبصوا لك ازاي وما ينفعش يعني. فالمهم في الاول اتفقت يعني معاه. فلما لقيت الحاله بقى ضيقه معاه، وهي طبعا هي كانت بتاخد مبلغ يكاد يكون يعني كانت بتكسب زيه كده، فثبتته وقالت له معلش طب هنساعد. وقال لها ازاي والناس هتبص ومش هتبص؟ قالت له انت عارفني وعارف ان انا ب100 راجل ومحدش يقدر. فالمهم وافق، لان لقى الموضوع كبير عليه، او لقى العيشه ضيقه قوي، المصاريف والحاجات دي، وخصوصا ان لسه ما حصلش اصلا بينهم بعض حمل. فجت مع الوقت فعلا نزلت، فابتدت مع الوقت تشوف بقى ناس وتقابل بقى ناس صاحباتها اللي هي اتجوزت بقى، ده اتجوزت متاجر ودي اتجوزت واحد صاحب محل. فابتدت جواها تتخلق حاجه تقول انا ايه اللي عملته في نفسي ده دول اللي اوحش مني، شوفوا اتجوزوا جوازات عامله ازاي وانا اللي اتدبيت، ايه اللي عملته في نفسي ده. لا، فابتدت يدخل من هنا بقى الشيطان ويلعب في دماغها، خصوصا ان هي جه صاحب المحل اللي هي راحت له واشتغلت معاه. فجه طبعا بيقول لها يعني انا ما كنت اولى، وكنا يعني وكنت انت قاعده كويس وجبت لك انا كذا واحد تقيل وكان عايزك. قالت له ما حضرتك انتوا ما كانوش عايزين يتجوزوا، ده كان بيقول لي عرفي ومش عرفي ما ينفعش يعني. قال لها هو ديكي في الاخر اهو اتجوزتي اهو، عامله ايه بقى في الجواز؟ ابتدى يعني واحده واحده يجيب رجلها، وابتدت تتخنق لما شافت اللي حواليها، وكل واحده كانت حواليها زي ما قلنا قبل كده يا جماعه بقوا حالتهم احسن. فطبعا هي جت بعد كده ابتدى يحصل مشاكل وخناقات، وانت والمصاريف وانا وانت كده ما بتشوفش البيت. فابتدت ما تقتنعش بيه يعني، كانت هي اختارته عن انها بتحبه وهي فعلا بتحبه، لكن العيشه واللي شافته من صاحبتها خلق جواها شيء من انواع عدم القناعه. ودايما يا جماعه كده اللي بيحصل وانه بيشوف شيء وبيطمع في حاجه وبيشوف اللي حواليه خصوصا كده وبيحصل له عدم قناعه، ده خلاص ده مستحيل ان هو يرجع يفكر زي الاول او يرجع يعيش بطبيعه الاول. وقد كان فعلا المشاكل كترت لدرجه ان هو اتخانق معاها مره ومد ايديه. فبقى
هي ابتدت تكرهه اكتر. يعني هي بتكرهه مش عشان خاطر، بتكرهه عشان فقير، يعني بتكرهه عشان مش هي ده اللي كانت بتمناه يعني. فالمهم حصل مشاكل فاتطلقوا. فطبعا لما اتطلقت منه ابتدت تروح على المحل، ابتدى الراجل، فالراجل عرف. فالمهم من ضمن الحاجات اللي حصلت او بدايه الحوار وبدايه سميره دي مع اللي هنحكيه ده يا جماعه، ان جه كان في تاجر معاه اللي هو بيورد لصاحب المحل ده اللي هو القماش والحاجات اللي هي الايه اللي بيصنعها في المشغل. فكان في بينهم وبين بعض مشكله، وهو كان دايما عينه عليها الراجل ده. فكان في مشكله، فجه بيقول لها شفتي الراجل اللي كان بقى عايز اهو عامل معايا مشكله ومش عايز ايه ومش عايز يديني البضاعه وبيغليها عليا قوي. فالمهم قامت جايه قايله له كده، واللي يجيب لك البضاعه بسعرها تدي له ايه؟ لا لهوي لو عملتي كده عينيا. قالت له انا هاخد نسبه. قال لها نسبه ايه؟ قال لها هو كده اللي عندي. يعني هتعملي ايه؟ قالت له مالكش دعوه، مش انت عايز بنفس الثمن؟ فالمهم فعلا اول ما جه الراجل اتعرفت عليه وخدت رقم موبايله، وهو طبعا رحب جدا لانه كان من الاخر كده مزاجه فيها بالبلدي كده يا جماعه. فالمهم جت معاه سكه وابتدوا يظبطوا. فجه بيقول لها ايه؟ ورقتين ومش ورقه. قالت له لا انا مش بتاع ورقات، انا بتاعت ان انا ايه، ظبطني وانا عايزه فلوس، وظبط اللي هو صاحب المحل ده واديني انا قرشين ومعاك يعني. فقد كان. فهو نفس الراجل ايه استغرب، يعني هو نفس الراجل استغرب ايه اللي حولها كده بالطريقه دي. فقد كان فعلا وراح معاها وحصل الموضوع العلاقه ده كذا مره، وابتدت فعلا تمسك قرش. الاول قرش تمسكه او اول مبلغ كبير تمسكه كان من الراجل، لان الراجل ده مبلغ كبير نسبه. فابتدت من هنا بقى ابتدت تاخد الموضوع ده. فالراجل عرف ايه من بصنعه لطافه من صاحب اللي هو اللي بيجيب له الاتواب ده، وعرف اللي حصل. فجه الراجل بيلغيها لنفسه كده، قالت له لو عايزه تدفع. فقال له ماله ندفع. فهي كانت بتعمل ايه؟ هي كانت الاول يعني بتروح مع ده شويه مع ده شويه اللي هم التجار وتاخد ايه اللي في نصيب. فجاي ربنا كرمها وعملت مبلغ كبير، وقامت جايه ايه قالت انا هشتري شقه كده محندقه على قدي بتاع، واللي عايزني هيبقى ايه يجي بقى فيها. فعلا وقد كان اشترت الشقه وظبطت نفسها. بس يا جماعه هي ما اشترتهاش عشان خاطر ايه تظبط وتبني فيها كيانها او تعمل ليها حاجه، لا ده هي فكرت فكره يعني يكاد تكون شيطانه فعلا يا جماعه. هي كانت بتعمل تقول لك الناس دي انا كده كده بقضي يوم وفي ثانيه ممكن يرموني، وانا كده كده ماليش حد غيرهم. طب انا اعمل ايه؟ انا عايزه اضمن حقي لو حصل اي حاجه. وقد كان يا جماعه قامت جايه مظبطه نفسها واشترت ايه، عرفت شويه الكاميرات وشويه الحاجات دي والحاجات اللي بتسجل والكاميرات اللي هي الصغيره والكلام ده، وابتدت تجيب فعلا في الشقه اللي اشتريتها الكاميرات دي. وجه اول واحد كان صاحب المحل اللي هي كان فيه، وابتدى فعلا فجه مسجله له وحصل اللي حصل، والتاني كذلك. وجه بقى ايه يجيبوا البعض، بقت هي تصطاد الناس التقال. ليه يا جماعه؟ لما هم بيعرفوا والناس دي بتعرف، الناس دي ما بيتخباش عليها حاجه، بالذات التجار ده يا جماعه. فابتدت تعمل قاعده يعني تبقى يعني بالبلدي كده تبقى قواده بمقننه، يعني ايه بالساعه زي ما بيقولوا كده بالوقت. فالمهم جت ايه عملت قاعده إيه اللي هو في المية، او بمعنى اصح عملت ماده في المية اللي هي الداتا اللي عملتها دي، بحيث انها ايه لو حد جه يعمل معاها اي دقه نقص هي بقى ايه تعمل. فالمهم جه مع الوقت ابتدت تعدى فتره كبيره، فما حدش عاد يعني ايه زي ما تقولوا ايه ما فيش حد زي ما كله ده يعني بالبلدي كده يا جماعه. لما بتحصل الانسان كان نفسه في حاجه وبيعملها مره واثنين وثلاثه، فبتبقى بالنسبه له يعني بيزهدها بمعنى اصح يا جماعه. فما حدش عاد بيتصل ولا حد عاد بيعبرها يعني. ابتدى الراجل يغير معاملته معاها وتشوفي شغلك كويس والكلام ده. قالت يعني هي بقت كده. فالمهم جت سميره دي فكرت في فكره، قالت انا هضرب ضربتي من الناس دي وهخرج من البلد خالص. يعني انا عايز اعمل مبلغ، اخد مبلغ، وكده كده انا ماليش حد وما عنديش اي حد، وهسافر بره خالص اشق طريقي يعني. المهم ابتزهم في مبلغ بالبلدي كده مع انها عايزه تبتزهم. ففي احد المرات جه صاحب المحل حصل بينهم وبين بعض خناق. فقالت له انت ليه بتعمل معايا كده وعشان ايه انت في ايه، وبعدين هو انت خلاص شبعت يعني. فالمهم شتمها وهزقها. فما جايه بعتها له على رقم موبايله اللي هو ايه مقطع من ضمن المقاطع اللي كان معاه. فبص في المقطع فاتخض. طبعا الراجل عارف مكانها وعارف انه كان معاها وعرف كل حاجه يعني. فالمهم شاف ان هو معاها بس هي مش ظاهره طبعا، وشاف كده. فقالت له على فكره انا عندي كل حاجه وعامله حسابي. لا اللي بعدين اتجننتي. فالمهم قال لها طب تعالي بس هنتكلم. فجت له طبعا المحل وقعدت معاه في المكتب وقال لها انت عايزه ايه يعني وليه تعملي كده ومش دي. قالت له اضمن حقي، اديك شفت بتعاملني ازاي من الاخر. طب ايه اللي عملتيه ينفع كده ومش ينفع كده؟ قالت له من الاخر لو عايزني احذف كل حاجه انا محتاجه مبلغ. لا مبلغ اللي محتاجاه. وقامت جايه طالبه منه مبلغ كبير
كبير قوي يا جماعه. قالت له كده. فالمهم قال لها انت اتجننتي؟ ايه اللي عايزاه ده؟ قالت له هو كده، انت مش راجل خدت مزاجك وظبطت نفسك ومية مية وكنت تحايل عليا؟ انا دلوقتي محتاجه مبلغ لان انا ما هسافر ومحتاجه المبلغ ده ضروري. فالمهم الراجل استغرب واتجن. قال لها انت اتجننتي؟ من هنا لهنا فضل ينزل في المبلغ لغايه ما نزل نصه. فطبعا جه الراجل لما اداها المبلغ قامت جايه نقله هي ايه على واحد تاني اللي هو من ضمن الراجل الناس اللي كانوا بيجوا لها يعني. فالمهم هما التاني برضو جه دفع لها برضو، خاف على طول لان كان تاجر. بس للاسف وحظها الفقر انها الاتنين كله بيحكي لبعضه. يقول له تصدق فاكر البت اللي اسمها؟ قال له اه. قال له تصدق ده جت متصور وعملت لي كذا. يا راجل ده عملت معاها كده. بس فمن هنا بقى ابتدت الموضوع وابتدى فعلا الناس تستغرب. فاتصلوا بناس تانية يعني يعرفوا يشوفوا وهي طلبت منهم حاجة ولا لا. في ناس طلبت منهم بس ما قالوش لانه خافوا من الفضيحة، يقول لك لا انا ما عملتش معاها حاجة عشان اطلب حاجة زي كده. وفي ناس ابتدت تدفع. فمن ضمن الناس دي يا جماعة راجل اللي هو كان شغال، يعني كان شغال لمراته، يعتبر العيلة هو شغال للعيلة كلها. هو يعتبر هو اللي كان من صغره كان موجود في موضوع القماش والكلام ده. فكان هو ماسك المحلات للناس كلها للعيله ومتجوز بنتهم. فلو حصل حاجه زي كده تبقى نصيبه، يعني نصيبه بالنسبه له لان هيرموه في الشارع وهو يعتبر مش ماله، ده كله مالهم. فالمهم جت ايه تقول له عايزه مبلغ، وده بحظها الوحش ان ده الوحيد اللي طلبت منه مبلغ كبير قوي. ليه؟ لانه يعتبر اغنى واحد فيهم. فطبعا المبلغ اللي طلبته مبلغ صعب وعمره مستحيل ان هو يدفعه. بس هي كانت عايزه اخر واحد تاخد منه المبلغ ده وتجمع الفلوس دي وتسافر على طول بره. هي مظبطه نفسها على كده وتستقر بقى وتعيش بره ايه حياتها. فجي طبعا بتقول له، فجي مع الوقت حصل مشاده. لا انت اتجننتي تطلبي ايه؟ طب انا هديكي مبلغ. قالت له لا انا عايزه مبلغ زي ما قلت لك ومش هينفع، واديك شفت، ويا اما كده لا يا اما هتعملي ايه يعني؟ قالت له يا اما خلاص بقى الفيديوهات بقى هم مراتك تفصل فيها. وكانت كمان مجمعه عنده داتا ان هو مش شغال، دي مش تبعه، ان هي تبع مراته الحاجات دي، وتبع العيله اللي هي تبع مراته اللي هو شغال لها في حاجتها. فطبعا هو لما قالت له حاجه زي كده عرف بقى ايقن ان هي رسماها، يعني هي عامله الموضوع ده ورسمه عشان خاطر تبتزه. فجه بالفعل قال للناس. فحصل فعلا ان هم قالوا له، حصل في ناس قالوا له وفي ناس برضو رفضوا ان يقولوا، خايفين يعني من بعض، يعني كتجار مع بعض. فالمهم قام جاي الراجل ده قال لك انا لازم اخلص منها، ما ينفعش. فالمهم هو فكر الراجل ده ان هو يخلص منها، مش هو لوحده، يعني هو وكذا واحد من الناس برضو فكروا ان هم يخلصوا منها. فلما جه يخلص منها الراجل ده وفعلا وفكر في الموضوع ده، فجه البنت دي او اللي اسمها سميرة دي يا جماعة وهي في شقتها. فجه فعلا فجت غابت فترة ما عادش بترن على حد، ولدرجة ان هم كانوا بيرنوا عليها بحيث ايه تمسح بقى الفيديوهات او يتعاملوا معاها او يشوفوا معاها، فما حدش بيرد. فالمهم جت سميرة دي يشوفوا الناس قامت جايه ايه قايله ان هي سميره دي لقوها مقتوله في شقتها. فالناس استغربت، فكله بيتصل بعضه انت عملت ايه؟ قالوا والله ما عملت حاجه انت قتلت. فالمهم التجار مع بعض استغربوا لدرجه ان هم ما يعرفوش ايه، مش عارفين مين اللي عمل كده. فجه من وقت الاخر فكانت طبعا هي عامله الداتا دي، فكان في فيديو على موبايلها، فجت الشرطه فشافته. فطبعا الفيديو ده جر بقى الموضوع ده، والموضوع ابتدى التجار كلها وابتدوا يجيبوهم كده برضو ايه استدعاءات، وانت وعملت كده. قال له والله ما عملت حاجه وما فيش حاجه تثبت. لا وما عملتش. قال له انت قال له كنت على علاقه بيها بس ما عملتش حاجه. فكله كان كده. فالمهم فجم يفرغوا الكاميرات في اخر اللي هي الوقت اللي هي ما نزلتش فيه من ساعه ما طلعت شقتها وما نزلتش فيه. فهم بيفرغوا الكاميرات بالصدفه لقوا مين قبليها، لقوا اللي هو الترزي اللي كان ايه طليقها ده وهو بيعدي كده. فلقوا واحد طالع اللي هو مغمي وشه، اللي هو حاطط حاجه على وشه كده يعني او مغمي نفسه خالص. فقبليها كان الترزي ده قبلها بيومين كان برضو معدي، فعرفوا ايقونه بعديها فجابوا الترزي. فمن هنا يا جماعه ظهر ان هو طليقها هو اللي قتلها لما عرف من الناس ابتدت تتكلم عليها جامد، وابتدى يعرف ان هي بقت ماشيه في طريق، وعرف انها هتسافر لان فعلا من جواه ايقن ان هي فعلا تعتبر خاينه لانه حبها. ودي من ضمن القصص. وبالمناسبه المنطقه كلها عرفت ان الناس دي، بس مش كلهم يعني معظمهم، اتعرف ان اللي هم التجار دول شمال وليهم في الحاجات دي. وادي من ضمن القصص اللي حصلت. القصه بدات بانسانه او زوجه اسمها شهيره دي كانت انسانه عاديه جدا، كانت شغاله في كوافير كده بتعين زوجها، وزوجها كان شغال يعني نظام الحاجات المجالس المحليه على قده يعني، وبيخلص شغله وبيروح شغل تاني وبيحاول يعين نفسه. وكانت عندها سامر ونانسي، وجوزها كان راجل محترم وهي كانت انسانه كويسه جدا وعايشين. فالمهم في احد المرات جت
فطبعا كانت على طول ايه هي مش عاجباها عيشتها. ليه بقى يا جماعه؟ اللي اسمها شهيره دي ربنا سبحانه وتعالى كان رازقها جمالها، هي كانت جميله جدا، ومش جميله الشكل بس، لا وكمان كان جميله المضمون كمان. فالمهم جت احد الاوقات وهي شغاله مع ناس في منطقه كده شعبيه برضو كوافير وكده، فجالهم شغل في مكان، لان هي ما كانتش كوافيره زي ما بالمعنى الحرفي كده يا جماعه ان هي تزويق، لا ده هي كوافيره بمعنى زي ما بنقولها زمان كده حفافه يعني، اللي هي كانت تنظيف والكلام ده. فجت برضو في احد المرات راحوا في مكان راقي يظبطوا برضو عروسها وكده، فلقطها واحد زي ما بتقولوا، احنا بنقول لقطها اللي هو شافها واحد من الناس اللي هي التقال. فالمهم هو شافها من هنا قال لك ايه القمر ده وايه الحته الجامده دي. فجه بقى طبعا كلم طبعا صاحبه الكوافير او صاحب اللي هي جايباهم يعني، فقالت له لا ده غلبانه وعندها عيال ومتجوزه لا بس بصراحه يعني انا بصراحه يعني مستخسرها في الفقر اللي هي فيه ده، بصراحه هي عجباني قوي. فجت بعد ما خلصوا عدى كام يوم وهي في احد الشغل تقول لها تصدقي ده في واحد اعجب بيكي قوي شافه، وعلى فكره اللي اعجب بيكي ده تقيل معاه فلوس يعني ممكن توزننا كلنا كده. فالمهم هي قالت له ليه يعني؟ مش لا بصراحه انت عجبتيه وشافك وحبك قوي يعني. قالت له يعني حبني يعني ايه يعني؟ فالمهم ابتدت تطلع في دماغها تقول لها لو انت كنت منفصله ما كانش سابك. قالت ما كانش سابني ايه ازاي يعني؟ قالت لي ما يعني انت عارفه بقى يعني نغنغك يعني وبتاع. قلت لها بس انا ماليش في الغلط. قلت له الغلط ايه يا بنتي انت اصلا متجوزه ما ينفعش يعني. قالت لا ما هو انا ناويه اتطلق. شوف نفس الكلمه كده يا جماعه، لما جت قالت لها كده وضربت في دماغها الموضوع ده، وهي كانت على طول مشاكل مع زوجها بسبب مش العيشه بس، لا بسبب الحياه، مش شايفه نفسها خالص في المكان اللي هي فيه والعيشه اللي عايشاها دي. فالمهم قامت جايه راح لزوجها بعد ما قابلت الراجل وقعدت معاه واتفقت معاه قالت له ماليش في الحرام كده يبقى تكتب عليا. قال لها ما بس هكتب عرفي، ما اقدرش ان انا اكتب اؤشر، وانت عارفه طبعا مركزي وعارفه وضعي وعارفه وضعي الاجتماعي فما اقدرش. فالمهم قالت له ما فيش مشكله بس تكتب عليها رسمي. فجت طبعا راحت اللي هو زوجها ده الغلبان ده، فقالت له انا بصراحه العيشه مش طايقاها، وبصراحه انا ما عنديش طايقه اعيش معاك وما عنديش طايقه الحياه، وانا بصراحه عايزه اتطلق. قالت لها ليه في ايه؟ انا عملت ايه؟ احنا عايشين كويس اهو، طب واولادك؟ انا ماليش دعوه، انا مش قادر استحمل، وبصراحه انا عايز امشي وعايز اتطلق، مش عايز اعيش اكمل. فطبعا هو يعني للاسف الراجل استغرب، فلا طب فكري، طب اقعدي فكري. وللاسف ما ليها اخوات طبعا، بس اخواتها كانوا راميينها او معنى اصح عارفين ان هي قرارها من دماغها بعد موت امها يعني، كانت هي دايما اللي حاكماها يعني. فجي طبعا قال لها خلاص اللي انت شايفاه بس ما تبريني ومالكيش اي حاجه عندي وانا مش عايزه منك حاجه. فالراجل استغرب قال لها يعني ايه مش عايزه مني حاجه؟ هو في ايه بالظبط؟ قالت له انا كده خلصني بدل ما ارفع عليك قضيه خلع. قال لها ليه خلع؟ لا خلع على ايه؟ طب واولادك؟ قالت له ولادك عندك اهو ربيهم وانا كده كده هبقى ودهم واشوفهم يعني. قال لها استغرب. فبصراحه هو الراجل جه لما قالت له كده في الاول عند يعني، في الاول قال لك لا وليه والولاد، وهو بصراحه كان بيحبها يعني، بس لما لقاها بتكلمه ببلاده وبتكلمه كانه انسان ليس له قيمه ولا ليه وزن عندها ولا حتى شعور بعشره وان عندهم اولاد يعني، خصوصا ان كانوا ولادهم كانت واحده البنت كانت عندها 7 سنين والولاد كان عنده بتاع 10 سنين، فيعني الموضوع كان عشره. فهو لما لقى كده كرهها قال لها وانا بصراحه مش طايقك، ما انتش طايقك وانت طالق، وقام جاي مطلقها. فالمهم اول ما طلقها من هنا على طول يعني لدرجه انه ما انتظروش حتى العده، فراحت على الراجل. فطبعا كتب ورقتين عرفي وجاب لها بصراحه شقه، والشقه دي جابها لها وقال لها دي شقتك تعتبر يعني شقتك اعتبريها بتاعتك، انت وعدتني انها تفتح لي حاجه على قدي كده. فقام جاي فتح لها زي كوافير بسيط كده على قدها، محل كده في منطقه راقيه طبعا لانها سابت المكان اللي هي فيه وما كانتش اصلا، هي كانت في محافظه تانية غير القاهره. فلما قعدت بقى في القاهره راحت قعدت في نظام التجمع والكلام ده كله، وشافت بقى وضع تاني وحياه تانية، وبقت تقابل ناس تانية بقى، الناس اللي معاها زي ما بيقولوا علية القوم اللي معاهم فلوس يعني. فالمهم طبعا الراجل كان بيغيب وبيجي لها، فابتدت ترستق امورها، ابتدت من الكوافير ده تتشير وهي كانت شاطره، ابتدت تمسك قرش، بدل ال10 بقوا 20، بدل ال20 بقوا 100,000، بقت معاها فكه يعني. فاول بصراحه ما كان معاها فكه ابتدت تبص للحاجه الاهم شيء عندها في حياتها وهو كان اولادها. فراحت طبعا للراجل وراحت لولادها
وقالت له انت بصراحه اولادك ومش هتعرف عليهم، مش هتقدر، وانا هقدر اعيشهم واقدر ادخلهم مدارس خاصه دلوقتي. فطبعا الراجل مش عارف يقول ايه، وقال لها بس انا اولادي. قالت اولادك يعني انت عايز تضيع مستقبلهم؟ وبصراحه كده انت لو ما شدتهم لي انا هاخدهم منك غصب عنك. فالراجل استغرب، قال لها ايه ده؟ قالت له انت ما تعرفش انا متجوزه راجل مهم. فالراجل استغرب. فالمهم الاولاد اصلا زي ما تقولوا لما لقوا امهم وكانت بتبعت لهم فلوس ولقاها في وضع ولقاها في وسط وعربيه وحياه، بصراحه هم نفسهم قالوا لابوهم احنا بصراحه عايزين نعيش معاها وكفايه كده، وهندخل كده كده مدارس كويسه واحنا هنبقى نودك. وهي الكلمه دي اللي اتقالت يا جماعه، احنا هنبقى نودك، دي ما حدش شافه تاني. فاخدت ولادها وودتهم، لدرجه انه قالت له عنوان غلط كمان بحيث انه ما يجيش ينط لها كل شويه ويضايقها. فجابت بقى اولادها وقعدتهم بقى. ابتدوا بقى يدخلتهم مدارس خاصه وفلوس وعيشه، لدرجه ان العيال اتحولوا بقى، انتوا ما انتوا تعيشوا يا اولاد وعيشوا بقى والفلوس اللي انتوا عايزينها، واعرفوا ناس نظيفه بدل الناس المعفنه اللي كنا بنعرفهم دي، وحاولوا تتعرفوا على ناس نظيفه. فالمهم طبعا مع الوقت ابتدى يعدي فتره وابتدت العيال تكبر. لكن يا جماعه الموضوع ما كانش موضوع كوافير وانها بتمسك فلوس بالطريقه دي، لا، ده الموضوع كان مختلف تماما. للاسف اللي زي دي خدت من الكوافير، كان لها طبعا صاحبتها اللي كانت شغاله معاهم بيقولوا لها انت ايه وقعتي على الراجل ده ازاي. فابتدت تجيب اللي هي الناس او الراجل ده يجيب رجاله زيه ويشوف اللي هي الستات اللي زي دي، بس مش زيها عرفي، يعني حتى ان هم ما كانوش بيقبلوا بعرفي. كان فيها المطلقه وكان فيها المتجوزه واللي دمرت حياتها وبعت برضو زوجها زيها كده وضربت الطلاق ورمت له العيال وراحت عاشت حياتها بالليله بالاسبوع. يعني يجي واحد مثلا من بره، رجل من الناس اللي قالت تقول دول يقضي مع واحده اسبوع ده مبلغ ده. فابتدت تشتغل كده وابتدت تكسب الفلوس عن طريق اللي زي ده. وبالمناسبه يا جماعه عشان برضو ما ننساش اهم حاجه حصلت واهم سبب خلى ربنا ينتقم منها اشد الانتقام اللي زي ده، ان الراجل تعب ومرض واحبط لما لقى عياله مش معاه ولما لقى حياته لوحده. للاسف على كلام الناس يعني ان هو مات مقهور، تعب وركبه المرض وركبه العيا، ملقاش اي حد، خصوصا ان هو ما كانش ليه حد يعني. فللاسف هو توفى كمان الراجل. فمن ضمن الموضوع يعني تعالوا بقى نشوف يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هينتقم من اللي اسمها شهيره دي ازاي. اولا كده بنتها لما لها تعرفي وبقت تتعرف بقى على الايه بنات صاحباتها اللي هو العاليين وشباب، وتروح حفلات وتروح سهرات واعياد ميلاد وتسهر وكافيتريات. فالمهم جه شاب اتعرف عليها، لان الشاب ده بقى عامل فيها ان هو بقى ايه ابوه غني والكلام ده، وهو لا كان ابوه غني ولا حاجه، ده واد برضه من الناس اللي ايه مع الناس دي وبرضه متوسط كده، بس للاسف كان معاهم وكان بيشم معاهم. فهو لما جم عجبوه البنت دي في احد المرات نانسي عجبوها، فقال له مين دي؟ فهي ماشيه معاه، فقال لها انا مستعد اجيبها لكم بس على شرط اخد مبلغ. فشوف سبحان الله سبحان الله، دارت عليها وجي فعلا قام جاي واخد مبلغ وسلمها لهم في شقه. والبت طبعا اتبهدلت واتدمرت. دي اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى انتقم من شهيره فيها هي بنتها. وللاسف اللي عملوا فيها كده ما عرفتش تعمل معاهم حاجه او ما تقدرش تعمل معاهم حاجه، لان دول بقى اللي علية القوم اللي بتقول عليهم كده، اللي لا تقدر تعمل مع اهاليهم حاجه ولا تقدر تعمل حاجة. خصوصا ان هي اصلا ملطوطه، لو جه حصل عليها تحريات هتعرف ان هي اصلا بالنظام بتجيب الستات دي بتوديها للرجاله بس عن طريق ايه متداري بطريقه الكوافير يعني. جه بقى ابنها ده حوار، لا ده قصة يا جماعة. ابنها طبعا فلوس زي الرز ياخد اللي هو عايزه. كان بيروح بقى اللي هي الملاهي الليلية، اتعرف على واحدة من اللي هي بترقص تحت الزباين دي وبترقص، اللي بتفتح بقى للزباين وبتقعد مع الزباين في الكافيه يعني الكلام ده. فتعرف عليها بقى وحبها ومشي معاها، كان طبعا متيم بها جدا. عرف بعديها ان هي واخداها زي فلوس وزيه بالظبط، ما بتعمل معاه بتعمل مع غيره. فجه في احد المرات كان ليه صحاب، فجه الحق ده اللي انت ماشي معاها في مع واحد معاها دلوقتي في البيت عندها، واحنا بس حبينا نقول لك كده لما جينا قلنا لك ان انت ما بلاش تصرف قوي وبلاش تحبها قوي، لان دي من اخرها معروف يعني اخرها فلوس بس. فطبعا الواد منه بيحبها واندمج معاها ما صدقش، فراح طبعا شافها معاه. فطبعا حصل مشاده وخناقه، وجي في الاخر قام جاي قتلها بلا وعي، لانه كان شارب في الوقت ده كميات كبيره اللي هي من شرب الميه والكلام ده، فكان غايب عن الوعي. فللاسف ما حسش بنفسه الا وهو خانقها وقتلها وخد اعدام يا جماعه. بالمناسبه اللي هو ابنها اخد اعدام، وبنتها طبعا مستقبلها اتدمر وحياتها اتدمرت. جت اللي اسمها شهيره دي برضو حصل تحريات عليها واتعرفت ان هي بتسوق للموضوع الدعاره
بطريقه غير مباشره واتقفل. وطبعا الراجل اللي هي كانت معاه على طول ده اصلا سابها من فتره من زمان، يعني زي ما بتقولوا زهق منها، فما عادتش بتشوفه تاني ولا تعرف عنه اي حاجه، لان لا كان في بينهم موبايل ولا في اي حاجه. ده هو كان يجي هو اللي بيتصل بيها بيقول لها انا جاي خلاص، لكن لا تعرف هو شغال ايه، ولا تعرف هو اصلا منين، ولا تعرف هو ايه اصلا. وكانت بناء عن كده واتجوزها عرفي بس. فدي قصه من ضمن القصص. القصه بدات باتنين، بمينا ومايا. مينا ومايا ده يا جماعه محدش عارف هم يعني عشاق، صحاب، اصدقاء، فما كانش حد عارف قوي الناس دي يعني. وبعدين لوحدهم، لا حد عارف لهم اهل ولا حد عارف لهم عيله ولا حد عارف لهم اي حاجه. فالمهم الاتنين دول، كان مينا شغال في كافيهات، يعني بيشتغل في كافيه هنا بيحاول كده، هو كان شاطر في حكايه الكافيه والكلام ده. ومايا كانت شغاله في محل ملابس، اللي هو مع ايه، محلات الملابس اللي هي الحريمي والحاجات دي، الحاجات يعني الحريمي والكلام ده. فمع الوقت مره في مره، فمايا دي كانت جميله يعني، كانت حته يعني يا جماعه، وكانت بقى لسه بقى شباب بتاع. وهي كانت بالمناسبه يعني هي ولا عارفين منها ان هي بنت ولا منها ست بالمناسبه برضه. فجت احد المرات جه صاحب المحل، كان دايما عينه منها حلوه وجميله وهي لبقه وهي بقى دلوعه، فده هو دايما عينه منها. فمايا دي هي دايما كانت بتثبته، يعني هي دايما بتثبته ايه عشان خاطر ايه، تاخد بوزيشن اعلى وتاخد فلوس اعلى، بس ما كانتش بتديله ايه اي شيء. يعني هي تفضل تضحك معاه وتهزر معاه ومستر ومش مستر بحيث انه يزودها، لكن هو كان هيموت عليها. لكن هي طبعا عشان فاهمه وعارفه وادرجيه وفاهمه الليله ماشيه ازاي، فكانت بيجتمعوا خلاص يخلصوا شغل. هي ومينا ده كانوا عايشين مع بعض، يعني كان هو مينا ومايا ده كانوا عايشين مع بعض في شقه واحده. ففي احد المرات جه تقول له الراجل ده عمال يسالها، طب ما تسلكي منه اي حاجه، ايه المشكله يعني، طب ما حاولي كده تظبطي معاه ونشوف ناخد منه اي حاجه. فقالت له خلاص، بس انا هنحاول ايه استدرجه عشان اخد منه مبلغ كبير. لا ويزودك راتب، يعني تاخدي منه مبلغ وتخليه يزودك برضه ايه البوزيشن يعليه اكتر. فالمهم مع الراجل، فجت فعلا بالفعل. جه اول مره الراجل اتبسط قوي واداها فعلا مبلغ وزود لها الفلوس شويه بس مش كتير يعني. فجه مع بقى مره التانيه التالته، فابتدى الراجل جه ايه ما بعدش بيديها، يعني بيديها حاجات بسيطه قوي. قالت له ازاي انت تضحك عليا انت مش عارف، لا هو ده اللي عندي. فزي ما تقول الراجل ايه جابها بقى وخلاص، زي ما تقول جابها وقال لك بقى هي هتتعود على كده، وانا بقى اتحكم فيها بالقرشين اللي ادهم لها، وهي ايه ملهاش غيري، يعني هي لو كده مش هتلاقي تاكل. او فطبعا راحت وهي لمينا وحكت له، قالت له تخيل شفت الراجل الناطع، الراجل الرمه، بعد ما خلص وبتاع مش عارف ايه ما ادانيش فلوس واداني حاجات بسيطه، لدرجه انه ما رضيش يزودني زي ما قال لي ان انا هزودك في الراتب وكده، ما رضيش يزودني، وقال لي شغلك زي الناس وانت لازم تيجي في وقتك وتمشي في ميعادك، بلاش تمشي بدري. قال لها بس هو عمل كده. وقال لها ايه رايك، هو الراجل ده لما جه بيجي يعني مثلا تجتمعوا كده، قالت له في شقته، ده عنده شقه رهيبه، ده عنده شقه يعني. قالت له الراجل ده ايه يعني، قالت له انا متاكده ان فيها فلوس. طيب ما بقول لك ايه، انا عندي فكره. قالت له ايه، قال لها طب ما تيجي نخدر الراجل ده، انت اطلعي معاه تخدريه وترني عليا، نطلع نشوف الحاجه اللي هي مناسبه ونشقط من الشقه دي اي حاجه كده، نصفي اللي نقدر ناخده لقيمه وفي ايدينا كده وشكرا على كده. واحنا كده كده انا مش عايز اقعد في المكان ده، لان انا اتخانقت برضو مع صاحب الكافيه، راجل نتن وما عادش زي الاول وما عادش فيه البقشيش زي الاول وبيقعدوا بيقسموني فيه. فالمهم جت فكرت، قالت له ماله بس نخلي بالنا احنا خايفين. قال لا محدش عارف حاجه، احنا اصلا هنسيب المحافظه كلها، مش هنقعد لهم في المحافظه دي اصلا، احنا هناخد الحاجه ونطير على طول على اي محافظه تانية. فالمهم جه فعلا قام جاي مديها اللي هو الحاجه اللي هو النقط دي، وفعلا جت وهم قاعدين، وكان فعلا بيشرب لما بيجي اجتماع الكلام ده كله، حطيت له النقط والراجل نام فعلا. فضلت تزقه زقتين، المهم ايه طلع تمام ونام تمام. قام جه رن على ايه مينا، فمينا طلع طبعا قعدوا يدوروا فلقوا مبلغ حلو، لقوا مبلغ يعني. والساعه اللي كانت فيه ساعه غاليه مع الراجل، وكان عنده حاجات ذهب وكان عنده، المهم صفوا خدوا اللي قدروا ياخدوه حاجات كده يعملوا مبلغ حلو، وخدوا الحاجه وقاموا جايين طايرين. والمهم سافروا محافظه تانية. قال لك بقى ايه، ففكروا الاتنين فكروا في نفس الفكره مع بعض. قال لك طب احنا ما نشتغل الشغلانه دي، ايه رايك انت تجري الزبون من كافيه من الكافيهات اللي هي عاليه الرايقه، نصطاد لنا زبونين كده، ولا زبون يكون يعني يكون معاه مثلا عربيه، يكون معاه اي حاجه. طب انت هتعمل ايه بالعربيه، مالكيش دعوه،
انا اعرف ناس ناخد العربيه دي بياخدوها بيدوني اي مبلغ، وهم بقى مع نفسهم بقى بيظبطوها، هم بيعرفوا شغلتهم بقى. قال لها يعني اي حاجه لو ما لقيناش حتى فلوس يبقى اهم حاجه يكون معاها عربيه عشان نضمن ان احنا ايه كسبانين. طب وبعدين؟ قال لها احنا هنعمل مبلغ، وبعد ما نعمل مبلغ هنسيب مصر كلها، مش هنقعد في البلد كلها، هنسافر في اي حته ونشق طريقنا ونقعد ونتجوز بقى. فالمهم فعلا فكروا، وابتدت اول مره ظبطت معاهم برضو في واحد، وكانوا يصطادوه من كافيه. والاول ايه بيعملوا يا جماعه؟ اول مره بتتعرفوا على بعض، فبيجي اول مره بتجيبوا عندها، يعني هم مأجرين شقه بحيث ايه ان هي بتجيبوا عندها اول مره تمام، يعني ما بتدلوش اي خيانه او اي حاجه ان في اي مشكله اي حاجه، يطمن تمام كل حاجه تمام. يجي بقى يبقوا عارفين ومأمنين انه معاه عربيه، يجي بقى في المره الثانيه تقوم جايه مخدراه وجايين واخدين اللي واخدينه واخدين العربيه وسايبين الشقه وسايبين كل حاجه وايه، وقلبين من مكان من المحافظه كلها رايحين مكان تاني، او رايحين في مكان بعيد او في محافظه مثلا كبيره زي القاهره او اسكندريه او المحافظات اللي بتبقى كبيره زي دي. فالمهم مره في مره فجي في احد المرات كانوا في محافظه تانيه، فكان واحد اللي هو كان صاحب الكافيه نفسه، فصاحب الكافيه ده كان راجل يعني ايه زي فلاتي، فجه هو بيفكر، يعني هو فكر في الموضوع ده. والراجل ده كان دايما يعني ايه، يعني الراجل ده كان دايما يبص لها بتقعد طبعا تصطاد، فهو زي ما تقول شك ان هي مش تمام يعني. فمره فجت يكلمها كلمتين ويقول لها طب ما انا وعجباني وتشتغلي معايا هنا. قالت له اشتغل هنا فين؟ لا ما بشتغلش انا في كافيهات. قال لها مسكك انت تقعدي كده تبقى انت المديره. قالت له في نظير ايه؟ قال لها كلك نظر بصراحه انت عجباني. فهي لقيته وهو وقع لوحده، فراح طبعا قالت لما كلمت مينا وقالت له لا بس ده خطر، اللي زي ده بيبقى مرقعين، يعني بيبقى فاهم ولافف وداير، احنا نخاف منه. ليه بقى يا جماعه؟ لانه هو لما قالت له خلاص تجي لي قال لها لا انا ما باجيش. قالت ايه تروح لي؟ يعني ايه تروح له يعني؟ فالمهم قعدوا مره، فجت ايه قالت لها جربي مش تخسري حاجه، بس اتفقي معاه ان في مبلغ. فالمهم طلعت معاه، اتبهرت، لقت مكان دلع وشقه رهيبه وحاجه كده ايه يعني شقق مش شقق اللي هي العاليه قوي. فبصت لقيت طبعا وعربيته مركونه، مش عربيه واحده ده عربيتين، ومية مية وتمام. فقضت الليله تمام وارتاحت وكل حاجه تمام ومفيش مشكله ونزلت. فطبعا بتتكلم بتقول لها عملت ايه؟ قالت له اسكت، ده الشقه دي اكيد فيها خير، ده كفايه بس الطبلات والحاجات اللي في الشقه دي، ولا كفايه الساعه اللي لابسها. انا بصراحه انا اتبهرت بالشقه، وهو اصلا واد تحسه ايه يعني ايه من الناس اللي هي تحس ان هو شباب كده، وتحس ان هو ابن ناس قوي، تحس ان هو يعني ايه انف قوي يعني. دخلت وتلاقي الشرب وتلاقي ايه وحاجات رهيبه. فالمهم اتبهر، قال لها طب ما كويس عايزين بقى ندرس. قلت له بس اهدى بس عشان هو مش عبيط، لان هو نظام ايه ممارس. لان انا لما جيت لقيته بيكلم دي وبيكلم دي وعنده ممارس، ودخلت لقيت عنده هدوم حريمي. اللي هو الواد ده شكله المكان ده هو بعمله كده لمزاجه، فنخلي بالنا عشان ايه ما يحصلش حاجه. قالت يعني ايه؟ قالت له يعني سيبنا كمان مره وايه نشوف الوضع ايه لغايه ما يبقى ايه يطمن اكتر وايه نمسكه اكتر. ففعلا بعديها هي اشتغلت معاه في الكافيه فعلا. فجت بعديها قال لها بقى انت منين؟ انت مش عارف ايه. فطبعا سرحت بيه وهو برضه سرح بيها، الاتنين سرحوا في بعض. المهم المصلحه. فجاء قال لها بصراحه ما فيش يوم فعلا لما قال لها ما فيش يوم تاني قامت جايه ايه؟ قلت له ماله؟ بس هتدفع المره دي الدبل. لا ما فيش مشكله، بصراحه انت عجبتيني وبصراحه انت حاجه كده جامده يعني. فجيت تاني مره ابتدت تامن بقى، يعني ابتدت تروح هنا وتيجي هنا وتبص هنا. فهي المهم ايه عرفت وطمنت قوي ان العمليه ايه لا في حاجات مشكله ولا في اي حاجه ايه تبين ان هم في مشكله تحصل لهم، وزيه زي غيره يعني. ما هو على ان اول مره كانت تروح في شقه واحد غريب، هي دايما هم اللي بيجوا لها، اول مره هي اللي تروح. فمع الوقت طبعا جه يعني فامنت بقى. فاستنوا ايه؟ قالت احنا هنستنى لغايه ما يجي يطلبك تاني، في المره دي بقى ايه هتعملي اللي بنعمله على طول، اللي بنعمله كل مره ده هتعمليه، بس هنعمله على طول في ثانيه، لان ايه ده كافيه وعشان ايه ما يلحقش الله اعلم بقى يعرف مين او يكون ده حد او الكلام ده، هنسيب على طول المكان خالص، المحافظه كلها هنسيبها. فالمهم جم قاموا جايه طبعا جه بعديها برضو بفتره قال لها ايه جاهزه؟ قالت له طب الاول تقلت عليه شويه عشان ايه تخليه ايه تعرفه ان هو مش بنيتها حاجه يعني. ففعلا جايه قال لها مره تانية قالت له ماشي. طلعت معاها طبعا اللي هي النقط. فاول ما جه هو طبعا بيشربه وحطت له النقط
فطبعا هو مع اول كاس مع التاني شكرا قامت جايه سطيحه، فطبعا هي نامت سطيحه، فجيت رنت على مينا فطلع طبعا، فمينا طلع طب لقوا ايه بقى؟ لقوا فلوس، ولقوا بقى ساعات بقى ايه، حتى لو حاجات حريمي هي خدتها، يعني حتى الحاجات الحريمي اللي كان جايبها اللي هو مزاجه بايه اللي بتجيله بيحب هي تلبسه، يعني مزاج بقى. فخدت كل ده وقامت جايه عاملين شنطه كده ولموا بقى فيها الحاجات، لو فيها ايه عنده مثلا كام خاتم ذهب، عنده مش عارف اسوره، عن الكلام ده مبسوط يعني هو. فلموا اللي قدروا يلموه وقاموا جايين ايه نازلين وطالعين وشكرا كده، وسابوا ايه المحافظه وراحوا ايه محافظه تانيه. فطبعا الواد طبعا صحي، فلما الواد صحي بص اول حاجه بص يعني بص لايده، ما بقاش بايده ايه الساعه، رجلي بص هنا ينادي عليها مفيش خالص، فعرف بقى ان هو ايه يتقلب. فالمهم جه الشخص ده كان عامل ليه كاميرا، طبعا عاملها في اللي هو في المطاعم بيبقى فيها اللي هو المطعم بيبقى فيه كاميرات، اللي هو الكافيه والمطعم بالمناسبه، هو كان كافيه ومطعم في نفس الوقت، فطبعا في كاميرات، وكان عامل على باب العماره كان في كاميرات برضو، عايز يعرف هي كانت لوحدها ولا معاها حد، وهتعرفوا ده. فالمهم بيبص لقى ايه فعلا واد جاي لابس حاجه اللي هو ايس كاب على دماغه، ده مش ظاهر منه اي حاجه، والواد مأمن برضو الواد مينا ده متعود بقى، فجه طبعا مأمن مش عارف منه اي حاجه ولا شايف اي حاجه، فجه طبعا هو يعرفها هي، فقام جاي رافع السماعه ومتصل الموبايل، متصل باخوه، قالوا ايوه انا حصل لي كذا كذا. فاخوه طبعا فضل يشتمه، اتاري اخوه ايه بقى يا جماعه، اتاري اخوه ظابط، وظابط تقيل مش ظابط عادي، لا اخوه كبير ظابط تقيل. فطبعا اخوه ماسكه قعد يشتمه ويشتمه شتيمه مش عارف ايه، وانا قلت لك وانت ديلك النجس ده هتفضل كده، وانت طول عمرك شمال وهتفضل كده يا اخي، انت اللي عرفنا وبتاع. ايه اللي حصل؟ بعت لي تاني فرغ لي الكاميرات وهاتها لي على فلاشه وتعالى. المهم جاي فرغ له الكاميرات واداها له، فجه بص قال الله وانت اتعملت فيك؟ قال له ليه في؟ قال له ده على فكره في احنا سمعنا ان في بلاغات كتير عن الموضوع ده. فقال له يعني اشرح لنا كده. قال له البت، قال له هي بقى هي، قال له هي يا معلم، يبقى انت كده ايه وقعت نفسك فيها، ده هم عيال ما لهمش حل والبت دي ما لهاش حل. فالمهم من ضمن الحاجات يعني القصه اللي اتحكت بالظبط يا جماعه من اللي هو ظابط برضه، قال له ايه؟ قال له اظن كيفت طبعا، هاي انت كيفت وهي من جايه كيفاك على قفاك يعني بس. فجاي طبعا قام جاي مبلغ زمايله بقى وقال لهم الموجودين هنا واكيد هم هيسافروا محافظه تانية. فجم طبعا عن طريق ايه؟ عن طريق الكاميرات يا جماعه. فجوا طبعا خدوها بقى خطوه خطوه. حصلت مع ظابط، هو كان الاول ايه مستنيين لغايه ما ايه يقعوا بطريقه كلها، بس لما حصلت مع اخوه بقى طبعا اتصل باصحابه اللي هم بيجاملوا بعض. عارفين طبعا يا جماعه الظباط المحترمين دول بيحبوا يجاملوا بعض خصوصا لما تبقى مشكله معاهم. فده شاف هنا وبصوا على كاميرا المحطه وبصوا على كاميرا الاتوبيس، وده بصوا على كاميرات اللي هي البيجو والسوبر جيت، ففعلا لقوهم هو نظام المحطه بتاعه القطر وهو بيسافروا فعلا في القطر عشان الزحمه وبتاع. ففرغوا طبعا ومع الوقت ومن هنا لهنا وفعلا يا جماعه جابوهم. وبالمناسبه خد الواد ده خد حاجته وخد حتى الهدوم اللي هو اخوه خدها. قال له ايه ده اللي انت الهدوم اللي انت خدوها دي؟ قال معلش بقى. المهم اتمسكوا وكل واحد فيها خد 10 سنين، يعني مينا خد 10 سنين ومايا خدت 10 سنين. وطلع ان هم يا جماعه بقى قصتهم قصه ان هم كانوا هربانين، يعني دي كانت هربانه من اهلها عشان كانوا عايزين يجوزوها واحد هي ما بتحبوش، وهي كانت يعني صديقه مينا بس. فهي دي القصه. والجريمه بدات يا جماعه بدكتور اسمه سناء. الدكتور اللي اسمه سناء ده بالمناسبة هو اسمه سناء لأن كانت والدته كانت بتتمنى إن هي تخلف بنت في آخر واحد، لأن هو على 3 ولاد، فهي تمنت إنها إن ده يجي بنت. فلما جه ولد قالت أنا هسميه سناء لأن هي كانت بتتمنى إنها تخلف بنت. ده بالمناسبة سناء ده كان ولد شاطر جدا في المدرسة، اتخرج وكان ممتاز على طول، ودخل جامعة ودخل كلية الطب وتخرج من كلية الطب بامتياز، وهم كانوا عيلة مبسوطة جدا يا جماعة. فأول ما اتخرج فتح عيادة، ولما فتح عيادة هو منه شاطر فاتشهر بسرعة. فالدكتور سناء ده كانت مشكلته ان هي كانت تربيته تربية ستات، وكان اختلاطه بالرجالة كان قليل، فكان بيحب الستات قوي. هو لما شاب على كده شاب على انه بيحب الستات يعني. فالمهم جه طبعا سناء ده اتجوز وعاش حياته عادي وفتح حياته. فكانت في ممرضه عنده اللي هي جت عنده اسمها نهى. الممرضه دي نهى دي لها قصه يا جماعه. نهى دي كانت متجوزه ومنفصله ومعاش ولاد، وكانت متخانقه مع اهلها بسبب طلاقها، وراحت قعدت مع صاحبتها الممرضه برضو بالمناسبه وشغاله في مستشفى، وحياتها عايشه حياتها وبتقضيها وهي ماشيه وهي كويسه بالمناسبه. فالمهم الممرضه دي كانت متمسك بيها جدا لان كانت شاطره، يعني نهى دي كانت ممرضه شاطره يعني. فمع الوقت دكتور سناء ده
كان بيجي له اعلى بقى علية القوم زي ما بيقولوا كده بقى، لان كان الكشف بتاعه كان عالي جدا، فكان بيجي له دايما ناس عاليه، وهو اصلا يعني صيته وعيلته وناس برضو نسب كويس، فكان بيجي له الناس اللي هي الستات بقى زي ما بنقول عليهم كده ايه، اللي هم ايه متدلعين، واغلبيتهم طبعا متجوزين لان هو امراض نساء، يعني دكتور امراض نساء بالمناسبه. فالمهم جت طبعا في بعض الاوقات نهى اكتشفت انه بيجي في اوقات معينه ويقول لها طب انزلي انت وانا هبقى في العياده، لما بيجي له انواع معينه من الستات او ستات معينه، فهي استغربت مش معنى يعني ايه ده يجي ويقول لي انزلي انت وانا هبقى اقفل. فمع الوقت نهى دي كانت طبعا الفضول اخدها، وهي عشان فضوليه زياده عن اللزوم عايزه تعرف هو في ايه، وانا يعني ليه بيمشيني لما بيجي الستات دي، هو بيعمل ايه او في ايه. فجت فكرت فكره من ضمن فكره الشيطانيه، يعني ما جايبه بتاع اللي بيسجل كده صوت، قام جاي حطاه بحيث ان ما حدش يعرف حاجه، عايزه تعرف هو بيتكلموا في ايه، في ايه بيتاجروا في حاجه مثلا، في حاجه. فبالفعل جت تاني يوم وهي بتشيله بتسمع، سمعت بقى قله الادب والدلع وممارسه القرف، طلع ان هو بيجيب الستات المعينه دي وللاسف بيمارس معاهم الرذيله والكلام ده. فجي بعديها فكرت قالت طب ايه ده، وبعدين ده الناس دي انا يعني الناس دي متجوزه، الستات دي متجوزه ناس عاليه. فجت ايه الشيطان هنا بقى ركب في دماغها وخلاها تفكر تفكير، قالت طب ما انا بعمل اضرب ضربتي واصورهم واجي ابتزه، هيعمل حاجه كده كده هيدفع، وهو معاه فلوس بالكوم، ده هو مليونير هيدفع، واخد مبلغ واعمل المشروع اللي انا نفسي فيه اللي هو الجيم بعلاج طبيعي، اللي هو زي حاجه كده زي جيم متكامل كده يا جماعه بعلاج طبيعي. هو ده كان طموحها يعني. فالمهم جت فكرت قالت طب انا هعمل ايه، انا هجيب كاميرات دي احطها وايه وهي تصور واعمل كده كام فيديو وابتز بيهم، وكده كده هو هيدفع. وبالفعل بدت تظبط وتخطط هتعمل ايه، وهي طبعا عارفه المكان اكتر منه لان المكان ده يعتبر هي الممرضه تعتبر ملكها هي. فجي طبعا مع الوقت ابتدت تصور مره واثنين وثلاثه، والمفاجأة ان مش كده وبس، لا ده مش 6 ولا 2 ولا 3، ده كتير، يعني زي ما بيقولوا كده ده ايه، ده زير زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده، زير النساء يعني. فجي اللي هو دكتور سناء ده مع الوقت جت طبعا قامت جايه بعتله زي ايه مقطع كده على الايه على الواتس من رقم غريب. فهو في الاول ما اهتمش يعني لانه ما بيردش منه دكتور وعنده الحاجات دي عاديه، ناس كتيره بتبعت له ما يعرفهاش فما اهتمش. فقامت جايه ايه بعتله في مقطع تاني على نفس بتاعه، قلت مهم جدا افتحه عشان ده مستقبلك. استغرب من الرساله اللي جاله، فبيفتح الرساله فبيفتح المقطع فاتخض، لقى بقى نفسه وايه هي اختارت الست اللي هي كان زوجها تقيل يعني اللي يخوف، بحيث ان هو اول ما يشوفها يتخض يعني يخاف بقى طبعا لو اتعرف، ودي اللي معاها دي جوز زوجها ممكن يشيله خالص نهائي لانه مسؤول. فطبعا جه قام جاي رن على الرقم، فهي ردت عليه، فبترد استغرب، لا انت ايه ده، انت نهى؟ قلت له انا نهى بتاع. ايه ده اللي انت بعتها؟ قلت ما هو بصراحه انا ما كنتش اعرف ان انت كده، وما كنتش اعرف ان انت دكتور شمال كده، وانا لازم استفاد زي ما انت بتستفاد كده وبتشوف نفسك وبتدلع نفسك، انا برضو لازم يكون ليا نصيب. ده لا دلع نفسي ونصيبي، انت اتجننتي، انت مش عارفه انت صورت مين، انت مش عارفه جوزها ده ممكن يعمل ايه. قامت جايه ايه قالت له يا ريت دي ده بس، ده في 1 و2 و3 و4 كمان تيجي. قالت طب انت عايزه ايه يعني؟ قامت جايه طالبه منه مبلغ كبير جدا. فالمهم هو تفكيره مش في المبلغ، هو تفكيره في حياته مستقبله ووضعه الاجتماعي وعيلته، لانه هم عيله كبيره يعني بالمناسبه. فاستغرب فقال اعمل ايه، فقال لا بس، قال لها طب تعالي ميعادك عادي واحنا هنقعد نتكلم. فجت طبعا قعدوا بعد ما خلصوا الكشوفات والكلام ده قعدوا يتكلموا، وليه وتعملي كده وبتاع. قلت له بصراحه انا دي مصلحه ولازم استفاد زي ما انت بتستفاد، ودي مصلحتي ودي خبطتي اللي استفاد. انا عايزه مبلغ ده اعمل بيه مشروعي وخلاص على كده ومش هتشوفني ومفيش اي مشكله. قال لها وانا اضمن منين؟ ما ممكن تقيت وانا اصلا مش حملكم، انا مش قدكم يعني، انا هعمل ايه يعني؟ وبعدين انا هستفاد ايه لما يحصل حاجه زي كده؟ طب ما انا هتجاب في رجلين وهتضر برضه. المهم حاولت تقنعه بقدر الامكان، لكن هو خوفه من الحياه اللي عايشها وخوفه من الوضع الاجتماعي بتاعه، واصلا خوفه من زوج اللي هي الاولانيه اللي بعتت له المقطع بتاعها دي خلاه مش مقتنع، خلاه يقول ان هو كده بقى صيده ليها، وان في اي لحظه ممكن تبتزه تاني او ممكن تلعبه باي طريقه تانية. فهو مش عارف يعمل. قال لها ماشي، فقال لها ماشي هجيب لك المبلغ بكره
تقابليني وتجيبي الحاجات نفس ميعادنا ده والعياده نخلصها، جيبي المبلغ بس مش هتسيبي العياده لما اجيب ممرضه تانية. قالت له مفيش مشكله ماشي. فطبعا وجاب لها فعلا، وراها فلوس وهي جابت الحاجه، هم قاعدين طب اشربي العصير ده، وهو بيشرب وهو برده معاها بيشربوا عصير وبيتكلموا، وبيقول لها ما تعمليش بقى حاجه تاني ومعاك المبلغ، ويا ريت ما يكونش عندك حاجه تاني عشان غلط كده ومش غلط كده. اوب لقيت ايه من جايه راحه نايمه، اتاري حاطط لها في العصير ده مخدر يا جماعه. فيا ريت المخدر ده عادي، بس لا ده مخدر حاد، يعني مخدر مش يخدر بس وينامها، لا ده مخدر بجرعه زياده انها تموت خالص، وهتعرفوا ليه هو عايز يموتها. فالمهم طبعا هي راحت، وعشان يثبت الموضوع اكتر قام جاي حقنها بمخدر زياده بحيث يبقى يطمن انها انتهت خالص. طبعا يعمل ايه ده، عماره وعيادات وبوابين وتمرجيه وحاجات كتير جدا، فما ينفعش. فيعمل ايه، يعمل ايه من جحوده او من خوفه يا جماعه، يعني هي جحود وخوف في نفس الوقت. قام جاي رايح، طبعا هو دكتور وفاهم مشرح، قام جاي قافل على نفسه العياده ولابس بقى البلطو بتاعه، قام جاي ايه مشرح زي ما هو بيقول بالظبط، زي ما هو بيحكي يعني، قام جاي ايه مشرحها. فلما جينا لما شرحها وظبطها بس خلاص بقت عباره عن في اكياس كده، يعني في كيسه واحده. فقام جاي حاطط طبعا زي ماده كده اللي هي بتلغي الريحه مجرد كده، قام جاي نازل بيها عادي جدا مكانه، لانه بات اليوم ده بحيث انه ينزل في ميعاده تاني يوم. وجي طبعا قال له شوف لي ممرضه، عشان للبواب شوف لي ممرضه عشان الممرضه اللي كانت عندي ما عادتش بتيجي، ما اعرفش ليه ما عادتش بتيجي. وقام جاي طبعا رايح تاني يوم على طول، قام جاي متصل ايه باللي هو زميلتها دي، لانه كان يعرف زميلتها بالنسبه للممرضه ويعرف اختها. قام جاي متصل قال له هي ما جاتش ليه العياده، ما جاتش العياده ليه؟ لا ليه ما جاتش؟ فطبعا لما اتصل باختها، اختها اتصلت بصاحبتها دي، ابتدى هي ما جاتش اصلا من امبارح، هي اصلا ما جاتش، يعني هي ما جاتش البيت اصلا. فطبعا اختها استغربت ازاي ومش ازاي، فاتصلت بالدكتور يقول له ده هي ما جاتش اصلا ما روحتش. فالدكتور قال لها انا ما اعرفش، يعني هي ما جاتش اصلا والبواب ما فيش حد يعرف. وهو في الوقت ده وهي جايه خلى البواب يجيب له حاجه بحيث لما تطلع ما يحصلش اي حاجه، وفصل كل الكاميرات اللي تبين اي شيء في مكانها. ده حد علمه يعني، او ده حد فكره يعني. فالمهم جه نزل قعد يوم واتنين، جاب له فعلا البواب ممرضه تانية عادي. فعدى يوم واتنين وتلاته، فلما عدى 3 ايام طبعا اختها جت صاحبتها وقعدوا فراحوا. قام جاي راحوا يبلغوا ايه الدكتور قال لهم انا هخلي مسؤوليتي وهروح ابلغ الشرطه، عشان هي بقى لها الوقت 3 ايام متغيبه، انا ماليش دعوه، وانتوا برضو بلغوا الشرطه. طب يا دكتور نعمل ايه؟ قام جاي رايح طبعا ومبلغ الشرطه وقال لهم انا كان عندي ممرضه وما عادتش بتيجي، واختها وصاحبتها بيقولوا ان هي ما جاتش، فانا بخلي مسؤوليتي عشان انا ما اعرفش هي اصلا راحت فين او جت منين. فالمهم طبعا جت الشرطه استدعت اختها وهي وصاحبتها وجم. طب ايه اللي حصل؟ طب هي راحت فين؟ قالت لها ما شفتهاش بقى لي شهور، يعني اختها اللي هي الكبيره لانهم متخانقين مع بعض، انا بقى لي كام شهر ما شفتهاش. صاحبتها طبعا قالت لها والله كانت بتيجي على طول كل يوم ومفيش خالص، يعني هي المفروض ما هي خلاص لازم تبات، وهي ده مكانها الوحيد اللي هتروح فين؟ طب هي ما جاتش ليه؟ طب في حاجه؟ طب قالت لك حاجه اخر انتوا عارفين بقى استجوابات ايه الشرطه عشان يحللوا الموقف. فجت من ضمن الكلام كانت صاحبتها قالت لها ده هي الايام اللي فاتت دي كانت غريبه شويه، كانت بتقفل على نفسها كتير الاوضه، وكانت برضو بتتاخر ساعات، وكانت بتقول لي ايه انا خلاص زهقت افتح مشروع. فطبعا استغرب قال لا. فجت الشرطه تقول لها منين يعني؟ قالت لها ما اعرفش، انا نفسي ما اعرفش، لان هي فلوسها اللي بتاخدها على القد، يعني هي بتمشي نفسها وحياتها، لان الايجار اللي احنا بندفعه غالي لان ساكنين في مكان كويس يعني. فالمهم جت الشرطه من هنا ابتدت ايه استدعت طبعا الدكتور تاني عشان تعرف دكتور. فجابت الدكتور فبتقول له هي جاتش؟ قال له لا ما جاتش، ما انت حضرتك انا اتصلت واخليت مسؤوليتي لما هم قالوا لي ما جاتش اتصلت بيهم، هي غايبه ليه؟ ما جاتش من تاني يوم. طب حضرتك ايه اللي حصل؟ طب في حاجه حصل؟ والله ما فيش حاجه حصلت حضرتك، وتقدر تشوف وتقدر تتاكد بنفسك وتقدر تسال البواب انها ما جاتش، وحضرتك ممكن تتاكد كمان من الكاميرات اللي موجوده. فالمهم طبعا هو لما قال كده الشرطه بصت استغربت، طب ايه يا جماعه؟ طب هي ما جاتش للدكتور، او ما في الدكتور بيتكلم بثقه يعني واخواتها كده وصاحبتها فيش. والنقطه الاكبر واللي مخليها الشرطه متحيره يا جماعه في الموضوع ده الا وهي ايه بقى؟ يعني ما فيش اي مبرر ان حد يعمل معاها حاجه. اولا هي مش جميله يعني بالمناسبه يعني، لان هي لو جميله ما كانش عتقها الدكتور سناء ده. دي تاني حاجه ان هي مش غنيه، ده بالعكس ده عايشه على قدها. فالشرطه مستغربه ايه اللي يخلي واحده زي دي تختفي او يحصل لها حاجه او بتاع. ده هي ما فيهاش اي مقاومات، لا جمال ولا مال ولا فلوس
ولا اي شيء، ولا في حاجه عداوه بينها وبين اي حد. فالمهم ابتدت طبعا الشرطه طلعت اذن وراحت طبعا تفتش مكانها واوضتها. لما جت قالت لها بتقفل على نفسها، فوهي بتفتش الاوضه وبتفتش الحاجات دي كلها، فلقت زي ايه كانت مخبيها كده ما بين المرتبتين، لقيت فلاشه. فالفلاشه دي طبعا اللي لقوها كان عليها طبعا كلاود. فجت الشرطه طبعا بتفتح الفلاشه دي، فبصت لقيت اتخضت، فلقيت الدكتور ده، ولقيت بقى ايه كم ايه مقطع من ضمن المقاطع اللي كانت ايه مسجلاهم. وهي اصلا يعني هي لما اديته الحاجه عشان تامن نفسها وتخاف منه لو هيعمل فيها اي حاجه. بالمناسبه لما اكتشفوا حاجه زي كده وصاحبتها واجهت، هي كانت بتقول انا هديكي حاجه بس لما اسيب المكان ده واروح مكان تاني واسيبك واروح اعيش لوحدي هديكي حاجه تخليها معاكي. فتقريبا هي دي كانت الفلاشه او دي الحاجه اللي كانت هتديها لصاحبتها، لان صاحبتها ذكرتها يا جماعه بالمناسبه. فطبعا شافوا كده فاستدعوا الدكتور، فقالوا ايه اللي حصل. فمع التحريات مع الحاجه اللي اثبتت بقى يا جماعه ان الدكتور ده هي جت فعلا، ان الدكتور اثناء في الوقت ما بين ان هي اللي ما جاتش البواب وميعاد انها تيجي وفصل الكاميرات، انها فعلا يعني هو لما جه لقوا فيه في الكاميرات حوالي ربع ساعه او تلت ساعه مفصوله في اليوم اللي هي غابت فيه في تفريغ الكاميرات. ففعلا لقوا فعلا ان هو في حوالي ربع ساعه او تلت ساعه مفصولين، فاستغربوا. فدي اثبتت طبعا التهمه مع الضغط على الدكتور سناء وموبايلها يا جماعه بالمناسبه، عشان ما فيش جريمه كامله. لما جابوا اللي هو من رقم ده اخر الرقم او اخر شيء كان موجود برضه من العياده، اللي هو بيقول لك هي ما جاتش لكن هي عامله او اخر مكان كانت موجوده عن طريق التتبع بتاع موبايلها من العياده. كل الادله اثبتت ان هي كانت موجوده في العياده. فمع مواجهه الدكتور طبعا الاول فضل ينكر عشان خاطر وضعه الاجتماعي ومحامين ده، وفي الاخر فعلا اعترف ودفنها فين، وفعلا طلع دافنها على الصحراوي وجابوها. وبالمناسبه لما جم بيفحروا لقوا حتى دافن موبايلها معاه، يعني حتى الموبايل جاي خبطتين كده زي كسره ودافن معاه حتى الموبايل. وادي قصه من ضمن القصص. جريمه بدات بانسانه اسمها شاديه. شاديه دي يا جماعه كانت انسانه غريبه جدا، يعني اتجوزت تقريبا 4 مرات لدرجه ان اهلها يعني عادوها وسابوها واعتبروها مش موجوده خالص. ليه؟ لان اللي زي دي لقوها انها انسانه يعني انتهازيه. ليه بقى يا جماعه؟ لانها كانت بتوقع الفريسه اللي هو الرجاله عن طريق جمالها او قوامها بمعنى صح. فجه مع الوقت اللي اسمها شاديه دي كانت شاطره في موضوع التواصل الاجتماعي. يعني ايه شاطره في موضوع التواصل الاجتماعي؟ يعني بتبيع تشتري تسوق، وكان عندها جروبات كتير، وكان عندها بقى معارف كتير جدا جدا من رجاله وستات بانواعهم. يعني معاها الناس الاغنياء، معاها ناس على قدهم، معاها ناس صحابها اصدقائها. فمن احد الناس دي كانت في واحده اتعرفت عليها اسمها كريمه. كريمه دي يا جماعه كانت انسانه ارمله، وكان عندها ولد اسمه مازن وبنت اسمها زينب. فمازن وزينب دول كانوا ولادها، وكانوا في تعليم. وكانت هي بعد جوزها لما توفى كانت الحياة ضاقت عليها ومفيش خالص، وهي كانت ساكنة بالمناسبة في منطقة شعبية على قدها يعني. فجت بتكلم اللي هي كريمة دي، لقيتها بقى في الجروبات وتسويق، تظهر بقى طبعا بصورها، بتبان بقى وبتنزل بقى صورها انها بقى حاجة. فقالت لها ما لاقيش يا ست شادية اي شغلانة ليا، لان انا ما فيش، وبعدين انا أرملة وعندي ولد وبنت وفي مدارس ومفيش خالص، والشغل اللي كنت شغالة فيه مش جايب همه، وفي نفس الوقت أنا سبته لأن الراجل مش عايز يزودنا. فالمهم جت اللي اسمها شادية دي قالت لها طب ما بعتيلي صورة ليكي أو كلميني. فكلمتها لقت اللي هي كريمة دي قمر، لقيتها إنسانة بقى، أنت عارفين الناس البلدي اللي هي إيه بقى طبيعية خالص. لقيتها بقى قمر. لقيتها طب أنا عندي شقتي تعالي ووضبيها ونوضبها سوا، وبرضه هتاخدي اللي فيه النصيب. فالمهم قالت لها مفيش مشكله. فراحت لها طبعا، لقيت المكان اللي رايحه له بقى برج والموضوع عالي، ولقيت شاديه دي في حته تانية. فالمهم جت اللي اسمها شاديه دي، بصت عليها لقيتها بقى ايه زي ما توقعت، قوام غير عادي، جمال غير عادي. فالمهم جت خلصت وجت اديتها مبلغ كبير، وبصراحة شكرتها وقعدت تدعي لها. فالمهم جت شادية دي أصلا اللي ما تعرفوش يا جماعة هي ليه جابتها أو ليه كانت عايزة تشوفها، إن هي أصلا شغالة نظام عندها رجالة أو عندها أصدقاء رجالة. نظامهم إيه؟ عايز مثلا يكتب ورقتين ويقضي وقت، يقضي له أسبوع شهر شهرين مع إنسانة، وبعد كده إيه خلاص يقطع الورقتين والكلام ده. هي كانت شغالة كده،
يعني بمعنى اصح يا جماعه دعاره مقننه. فالمهم جت هي طبعا شافت بقى ايه اللي اسمها كريمه دي، قالت بس دي هجيب منها فلوس ايه. فجه راجل بعتت له اللي هي طبعا كانت صورتها من غير ما تعرف، وهي عندها شغاله بتوضب معاها الشقه، فبعتت الصور. فالراجل اتهبل بقى، اللي هو من احد الناس اللي هم بايه بيتعاملوا وبيتجوزوا عرفي والكلام ده يعني. فالمهم جه الراجل شافها اتجن، قال لك انا موافق بس دي فيزتها عاليه وهاخد مبلغ كبير. فالمهم قال لها ماشي بس ايه، بس توافق بس، انت مالكش دعوه انا همهد الموضوع وهنظبطها. فجت اتصلت باللي هي كريمه دي، خدت بقى رقمها طبعا وابتدوا يبقوا اصدقاء. قالت لها تعالي عايزاكي. فالمهم راحت لها قالت لها بصي انا في راجل بصراحه محترم وراجل يعني غني، فهو لو كده ممكن تتجوزوا عرفي. هو بصراحة انت عجبتيه، وهو بيجي كده كده بالاسبوع او كل 10 ايام بيجي مرة، لانه بيسافر وهينغنغك. يعني انت مش هتحتاجي انك تشتغلي في بيوت تاني ولا هتحتاجي انك تشتغلي عند اي حد، بس انت توافقي. قلت لها لا اوافق ايه بعدين عرفي ازاي يعني، ده ورقتين بيتكتبوا وانا اضمن حقي. اسالها اسمعي بس انت حالة حياتك بايظة، وبعدين ولادك بدل ما تخرجيهم من المدارس لان ما فيش شغل، يعني لو في شغل اقول لك ماشي. فالمهم ابتدت توسوس لها زي الشيطان بالظبط، تفضل توسوس لها لغايه ما ايه جت اللي اسمها كريمه دي ضعفت، مفيش خالص. فايه لقت ايه، قالت هو ورقتين وهو اسمه جواز، طب انا هقعد فين؟ قالت لها مالكيش دعوه، انا هاجر لك شقه عندي، في شقه في الدور الارضي في البرج اللي انا فيه، انا هاجرها لك ومالكيش دعوه، بس وقت ما يجي الراجل عيالك توديهم بقى في اي حته. يعني هيوديهم فين؟ قالت بس انت مشيهم بقى بره يروحوا في اي حته الساعتين او الثلاثه اللي هيقعدوا دول. قالت بقى ماشي. فجي الراجل طبعا عندها في البيت واتفقوا وقعدوا، ادى المبلغ ليها في الاول، قال لها خدي بقى ظبطي نفسك وظبطي برضو عيالك، وكان مبلغ كبير قوي، وكتبوا الورقتين وظبطوا. قال لها انا هجيلك الاسبوع الجاي على ميعادنا يعني. فالمهم طبعا هو مش واخد موبايلها، همزه الوصل بينهم اللي هي شاديه دي، وقت ما هيجي هتتصل بشاديه هي هتتصل بيها، لان الناس دي يا جماعه ما بتديش ارقامها لحد، لا موبايل جديد ولا موبايل قديم، هو نظامهم كده. فالمهم طبعا جت اللي اسمها شاديه، عيالها اللي اسمه مازن وزينب فرحوا، مكان كبير ومكان راقي بدل المنطقه اللي هم قاعدين فيها. وابتدى بقى ايه الراجل بيجي، فبتقول لمازن وزينب روحوا بس انتوا اقعدوا في حته لان جاي لي ناس والناس دي شغل وما ينفعش ان انتوا تكونوا موجودين لانهم ستات ومحافظين. فالمهم مره في مره ابتدى بقى الراجل يعني اعجب بها قوي، لقاها بقى حلوه. فالمهم شادية استغربت، هو الراجل كان بيقعد اسبوع شهر شهرين، الراجل قعد معاه اكتر من 7 شهور وما زهقش. طب ما شادية دي تعمل ايه؟ وبعدين اللي اسمه مازن ابنها كان في اعداديه ودخل اولى تجاره، فكان كبير وابتدى يكبر وابتدى يشوف امه بتتغير، شكلها بيتغير، بقت بتهتم بنفسها بطريقه رهيبه، لبسها اتغير، كل حاجه فيها اتغيرت من ساعه ما نقلت في الشقه دي. فابتدى اللي اسمه مازن ابنها برضه بيحس ان في حاجه غلط، يحس انها مش مظبوطه. وبعدين وقت معين بتيجي تخليه هو واخته يسيبوا البيت ويروحوا يقعدوا في اي حته لغايه ما تيجي بعد كام ساعه وتتصل بيهم عشان يجوا. فالمهم جت اللي اسمها شاديه دي طمعت، قالت ايه ده، يعني هو كده انا كده مش هعرف اسلك منه اي حاجه تاني، ده زي ما تقولوا خلاص ده استقر عليها. فالمهم جت اللي اسمها شاديه دي فكرت بقى، قالت بس انا كده هقول للراجل ده انها سافرت، بحيث ان انا اشوف له حد تاني واعرف اطلع منه فلوس تاني، ودي هقول لها ان هو خلاص ما عادش هيجي، بحيث ان انا اقطع بقى العلاقه دي واجيب لها حد تاني. فالمهم جت طبعا قالت لها، اتصلت بيها قالت لها هو مش هيجي تاني وخلاص على كده لان هو سافر خالص. واتصلت بالراجل قالت له هي سافرت ومش هتيجي الوقت خالص وعلى كده بقى. فالمهم جت اللي اسمها شاديه دي، كانت في زبون تاني غير الراجل ده برضه شاف الفيديو ووافق ورحب ان هي تبقى معاه ويكتبوا ورقتين، والموضوع اللي احنا قلناه في الاول ده اللي هي وضعيه شغلها يعني. فجت طبعا بتقولها لها ازاي انت فاكراني ايه، انا كنت متجوزها على سنه الله ورسوله، وبعدين ده ورقتين عرفي، ازاي انت عايزاني تقطع الورقتين واكتب ورقتين مع راجل تاني؟ ده اسمعي بس. طبعا كان الراجل من وراها كان بينغنغها لدرجة ان اللي اسمها كريمة دي راحت اشترت الشقة اللي كانت قاعدة فيها في الاول هي في المنطقة الشعبية دي. فطبعا شمت بقى نفسها، وكانت حتى بتقول لها ما تيجي توضبي معايا، كانت بترفض بحجة ان هي بتظبط نفسها عشان هو جاي. فابتدت بقى اللي اسمها كريمة دي وترفض. فجت بقى التانية هددتها، هو مش مزاجك، هو انت ايوه لازم توافقي،
لازم تكتبي الراجل شافك وانت عجبتيه ولازم لا انا مش موافقه ومش هيحصل، التاني مش هيجي، يا بنتي اسمعي الكلام، التاني معاه فلوس هينغنغي، لا انا مش عايزه اتنغنغ انا خلاص. قام جايه بقى مهدداها طبعا، لان كان ليها فيديوهات مصوراها ليها، وجت وقالت لها يا اما تعملي يا اما ايه، هقول لابنك وهعرف الناس وهبهدلك وهدمر حياتك. فطبعا التانية اترعبت، اللي اسمها كريمه دي ما كانتش تتوقع نهائي ان اللي اسمها شاديه دي تعمل معاها كده. فالمهم جت طبعا وافقت. فكان اللي اسمه بقى مازن ابنها شاف الراجل ده مره، اللي هو سابته المره اللي فاتت ده، فاستغرب، لا ده كان جاي ياخد مراته من عندي يعني، فهربت منه بصنعه لطافه. فالمهم طبعا اللي اسمه ابنها اللي اسمه مازن ده مش مطمن تماما، لان كل حاجه اتغيرت، خصوصا لما عرف اللي اسمها شاديه دي، لانه في نفس البيت عرف ان بيطلع لها ناس وحفلات، والناس اللي بيطلع له مش مظبوطين وبينزلوا برضه متطوحين. فكان دايما مش مطمن خالص اللي اسمها شاديه، لان ما بيقعدوش الا مع بعض على طول، اللي هي امه اللي هي كريمه دي ما بتقعدش الا معاه على طول. فالمهم طبعا جت وافقت، وجت تقول لي برضه مازن نفس الحوار اللي كان بيحصل. فجه مازن في احد المرات بقى ساب اخته وهم قاعدين، لان هو بيروح يقعدوا مثلا في كافيتيريا او يقعدوا في حاجه كام ساعه اللي هي ايه بتقول لهم ما تجوش فيها دي. فساب اخته موجوده وقام جاي رايح بقى مراقب، فبص لقى راجل داخل الشقه عندهم فاستغرب. فالراجل ده دخل قعد له بتاع 3-4 ساعات، 4 ساعات قاعدهم جوه. طب بيعمل ايه؟ طب في ايه؟ وبص طبعا الراجل طلع قام جاي واخد عربيته اللي غاليه جدا ومشي. فهو من هنا قام جاي متصل باخته تعالي، قام جاي جايبها ودخلوا بقى ايه. فبيبص لامه لقاها ايه مش مظبوطه، ولقاها حالتها حتى كده ايه بيبان يا جماعه زي ما تقولوا، بيبقى باين على ست لو كده يعني. فالمهم جه الواد ابتدى يشك وابتدى يحس ان في حاجه غلط. فجه طبعا اللي اسمه مازن ده ابتدى فعلا يراقب امه، فعرف بقى انها ايه مع الراجل ده، وقبليها الراجل اللي جه ده. فجه بقى ايه مش عايز يقول لها اي حاجه، اصله هيواجهها يقول لها ايه، ولا منه عارف يواجه امه ولا منه عارف يعمل ايه، وهو حس وايقن 100% ان امه بتعمل حاجه غلط. فابتدى يراقب شاديه دي، فعرف بقى عنها كل حاجه، عرف انها بقى بتجيب رجاله، وعرف ان الستات بيجي لها ويعملوا سهرات عندها، وعرف انها ايه بالبلدي كده يا جماعه قواده. فجه طبعا الدم غلي في نافوخه، فجه طبعا امه جاي بيتخانق معاها، فجه اتعصب فواجهها بقى، وانت حطيتي راسنا في الطين وانت السبب، وهي شاديه دي السبب وانا لازم اخلص منها. قام جاي طبعا اللي اسمه مازن ده خطط، وقام جاي خلى الدنيا ساكته خالص بالليل، وقام جاي لابس كاب وطالع فوق عند اللي اسمها شاديه دي، وامن نفسه كويس قوي عشان ما يتكشفش وكاميرات. وقام جاي هي بترن الجرس وهي بتفتح اللي اسمها شاديه دي، وقام جاي بالسكينه اللي معاه حوالي 4-5 طعنات على باب الشقه، وقام جاي جاري. فالمهم طبعا هي خدت ال4-5 طعنات شكرا. فجي طبعا البواب كان بيجيب لها حاجه، ونزل اللي هو مازن مفيش اي حاجه. فالبواب طالع بيجيب لها، كان بيجيب اللي اسمها شاديه دي حاجات، فبص لقاها سايحه في دمها. فقام جاي طبعا نازل مصوت ومبلغ الشرطه. فالشرطه جت طبعا واتعمل كردون، جابوا اللي هي ام مازن دي اللي اسمها كريمه، لان على طول هي اللي كانت بتقعد معاها وهي اللي كانت بتدخل وتنظف لها الشقه على طول. فطبعا مفيش اي حاجه تثبت. فلما جت الشرطه دخل بتتحرى في الشقه وبتحاول تفتش الشقه على اي دليل يخص الموضوع ده، فبصوا لقوا انه في كاميرا محطوطه في الصاله، والكاميرا دي كانت بتحطها اللي اسمها شاديه دي عشان خاطر بتصور الناس، بحيث لو راجل مثلا عايز واحده معينه من اللي معاها بتجيبهم او بتتفق معاها. فبصوا لقوا طبعا الكاميرا جابت مازن ده، والشرطه اتعرفت عليه، وادي اللي حصل يا جماعه. ومسكته طبعا، ولما مسكته ايه يا ابني اللي خلاك تعمل كده، فقال على كل حاجه وحكى، وقال ان الست دي هي اللي جرت امي وهي اللي خلتنا نعمل كده، وهي اللي كانت بتجيب رجاله لامي، وامي كانت ماسكه عليها حاجات لاني ما كانش عارفه تعمل ايه، وانا عجتني وانا لازم اخلص منها، وانا لو تعبتني لازم اخلص منها، والانسانه دي انسانه حرام انها تعيش لانها دمرتني ودمرت مستقبلي ودمرت امي. فالمهم طبعا جت طبعا امه راحت الشقه اللي اشتريتها هناك اللي هو في المنطقه الشعبيه وسابتها. وجي مازن يا جماعه للاسف خد 3 سنين،
و3 سنين دي يعتبر كويس جدا، لان القاضي فعلا لقى مبرر قوي جدا جدا، لان فعلا الست لو جينا نبص لها دي مثلا من الفاسدين فعلا ومن افسد خلق الله في الارض، الشخصيه اللي اسمها شاديه دي. وادي القصه وقضيه من ضمن القواضي بنشوفها. القصه بدات بواحد عامل دليفري، يعني العيال اللي هي معاها مكن، بيروح يجيب مثلا حد عايز حاجه بيجيبها له، الكلام ده يعني شغال هو مع موتوسيكل، فالموتوسيكل ده بيجيب بيه الطلبات ويوزعها تبع ناس يعني. فمن احد الحاجات اللي زي دي وهو بيوزع الحاجات دي فتعرف على واحده كان دايما بيجيب لها الطلبات اللي هي دليفري، فجت بصيت له قالت له انا عايزه اديك الورق ده، تنفع تشتغل معايا وتوزع الورق ده، تروح للعنوان كده تدي له الورقه دي. فهو قال لها ماشي وماله مفيش مشكله. في مره فالواد زي ما تقول يعني زي ما تقول عايز يعرف الورقه اللي انا باخد ورقه وباخد كيسه كده وبروح اوديها وما اعرفش اي حاجه، يعني ولا اعرف الكيسه دي فيها ولا اعرف الحاجه دي فيها ففي احد المرات جه قال لك انا عايز اشوفها، فجي الورقه اللي محطوطه في ظرف ومقفول ده، فقام جاي فاتحها كده بالطريقه وقال لك ما بص، فلقى عنوان ومكتوب فيه، والعنوان ده بيروح يوديه، بيروح لواحده، والواحده دي بتيجي يعني بتروح يعني زي ما تقول تروح لرجاله والكلام ده كله بتاع. فاللي كان عندها دي قواده، يعني هي نظام بتكتب العنوان، لو واحد عايز واحده معينه من اللي تعرفهم فبتروح للدليفري ده تروح تديله الورقه دي. ما برضاش تعمل مكالمات. ليه بقى يا جماعه؟ دلوقتي الناس دي بقت ناصحه قوي او فاكره نفسها ناصحه قوي، عشان ما بقاش فيه تسجيلات. لو ما بقاش ممسوك عليها تسجيلات، ممسوك عليها اي حاجه، ما بترضاش خالص ولا موبايلات ولا الكلام ده كله. فعن طريق الدليفري هي ورقه، فالورقه المكتوبه دي لا فيها تسجيل ولا فيها اي حاجه، فهي بتعمل حسابها يعني في حاجه زي كده بس. فهو بص استغرب فقال لك ده؟ فبص الشنطه اللي بيفتحها دي ولقاها زي فيها حاجات اللي هي يعني انا اسف سوري في اللفظ، اللي هي الحاجات اللي هي الداخليه والحاجات اللي زي دي. بيبقى الراجل مثلا عايز حاجه معينه او عايز يشوفها بطريقه معينه، اللي هو رجال الناس التقال دول. فجي بقى مره بتتصل بيه بتقول له انا عايزاك عشان تروح عنوان، فقام جاي ملغيها. قال لها على فكره انا عرفت الموضوع ده وعارف ان طب احنا يعني قالت له انت ليك يعني في الموضوع ده. فلما قال لها الكلام ده متجاوب واخدها، قالت له بقى ادخل بقى. فدخلت قام جاي قاعد معاها قالت له بص من الاخر كده، طالما عرفت الموضوع ده انا ده شغلي وبنعمل الموضوع ده، ولو انت عايز تخش معانا في الحوار ده بس خلي بالك لو دخلت معانا في الحوار ده احنا في ناس تقال، يعني لو حد عرف او في اي حاجه انت كده شكرا. يعني زي ما تقول هي بترهبه وبتخوفه، ودي حقيقه لان هي شبكه يا جماعه، يعني هي شبكه الحاجات دي بتورد الحاجات دي، وفي واحد معاها ناس تقيله كمان بياخدوا الفلوس دي، لان مش شبكه عاديه. لان في مثلا واحد من بره عايز حاجه فبيسافر بره مثلا لشخص، او هو بيجي مثلا بياخد مكان، بياخد مثلا شقه او بياخد مكان في الحتت اللي هي الراقيه زي الشرم والغردقه الحاجات دي، فهي بتروح له. فالموضوع على كبير قوي يا جماعه، دي على واسع. فجي بعديها قال لها لا انا تمام التمام، ده انا حياتي بايظه ومفيش والفلوس قالت له ما تقلقش هنغنغك. فبس فجي بقى قالت له خلاص سيبك بقى من الشغل اللي انت فيه ده، او خليك معاه كده برضو يبقى ستار عشان ما حدش يعرف حاجه بالطريقه كده ونبقى مع بعض. فالمهم جه من ضمن الموضوع اللي لا يعني انا برضو شاب برضو. فقالت له شوف انت لو عجبتك او يعني لو انت عجبتها ما فيش مشكله، انتوا تعاملوا ما فيش مشكله. فجي يتعرف مع واحده من ضمن الناس دي، فكان طبعا يودي لها، فحصل بينهم. فكان ممكن يكون ليه زي ما بيقولوا ليه من نصيب جانب او ليه من الحب جانب، ممكن يعمل يدخل مثلا يمارس رذيله مره 2 ببلاش والكلام ده كله. فجي طبعا الواد ده كان عايش مع امه واخته، كان امه ست غلبانه جدا جدا وابوه كان متوفي وهو اللي كان بيعيلهم. وجليه اخت كانت لسه مخلصه تقعد دبلوم كده، كانت لسه في زهره شبابها وكانت جميله جدا، يعني هي البنت دي كانت جميله جدا والولد نفسه كان حلو. فجي الام دي استغربت قالت له يا ابني انت بقيت ما شاء الله عليك، ده انت بتجيب لنا بقت لحمه كتير، الحاجات دي؟ قال لها ما ربنا فتح عليها الحمد لله والموضوع بقى بيمشي وبقينا بنكسب حلو الحمد لله. قالت له ربنا يا ابني يزيدك وربنا. فجي اخته زي ما تقول هو بيخاف عليها جدا. فجي في احد المرات كان خارج مع اخته يجيبوا حاجه، فقابل الست دي. فلما قابل الست دي شافت اخته طبعا اتوهمت، البنت كانت جميله جدا وكانت كانت مستويه. فجي مع الوقت هي بصت استغربت. فاول ما جه بقى لها عشان ياخد العنوان عشان يروح يوزعه كالعاده يعني، فقالت له هو مين اللي كانت معاك دي لما جيت شفتك؟ قال لها دي اختي. قلت معقول اختك؟ ودي اختي الوحيده وماليش غيرها. لا بس اختك جميله قوي. لا وانت يخصك في جميله ولا مش جميله؟ بقول لك بلاش الحوارات دي، بلاش تمثيل. طب بس ده بس في مفيش حاجه يعني. طب ما تجيبها تشتغل. قال لها تشتغل تشتغل معايا عندي
انت عارف انا بحتاج واحده تنظم وترتب عندي البيت، وانت عارف البيت ده مفيش حاجه فيه، انسى. انا نفسي البيت ده ما فيهوش، ما بيدخلوش رجاله، مفيش راجل واحد بيخش البيت ده، مستحيل. فالمهم طبعا في الاول رفض لانه خايف، عارف طبعا ان الموضوع كله شمال كله في بعضه، بس للاسف عشان هو، انا اسف في اللفظ، نجس وطماع، لان اديته مبلغ كبير وقالت اديها مبلغ كبير فوافق. فجه قال لاخته، فاخته جت طبعا مره في مره كانت مبسوطه جدا، وممكن كانت تقعد معاه مثلا يوم كامل وتبات كمان وتيجي وهو كان على طول معاها على تليفون ومعرفها انت يا بت لو في اي حاجه شفتيها غلط او اي حاجه على طول اتصل بيها قولي لي اي حاجه، حد قال لك حاجه، لقيتي في حد بيخش، لقيت لا، قالت له ما فيش اي حاجه بصراحه ولا في اي حاجه. فالمهم بنتي كانت حلوه قوي، فاللي هي القواده دي اللي هي ما عندهاش ضمير ولا اخلاق، فكانت البنت دي كانت ايه زي ما تقول ايه عايزه تدخلها في الموضوع ده، بس بطريقه ان اطفائها يبقى سريع، يعني هي عايزه تكسر مناخير اخوها ده اللي هو ده عشان ايه تمسكه، فانا عايز اخده كده تحت جناحي وافرد شباكي عليه وفي نفس الوقت استفاد، يعني هي عايزه تفرد شباكها عليه وفي نفس الوقت استفاد لان دي هتجيب لها مبلغ وقدره، بنت بقى وقمر جميله يعني. فالمهم جت في احد المرات واحد كان من ضمن الناس اللي هم رجال الاعمال، الناس الاغنياء المبسوطين، فقال لها انا ما فيش حاجه كده يعني بالبلدي كده، ما فيش بنت، ما هو في ناس انواع يا جماعه، الناس دي يعني لو جينا نتكلم في حاجات كده مش عايزين نتطرق ليها بس هندي عنها نبذه يعني. في ناس من الناس المبسوطه دي بيبقوا ناس يعني بتتقال لفظيا كده ساديين، يعني ايه ساديين؟ يعني بيبقى من يعني عندهم حاجات غريبه غير الطبيعي بتاع الناس، يعني ليهم افكار تانية غريبه، فليهم طلبات، بيبقى ليهم طلبات غريبه كده. فالمهم جت فكرت فيها فقالت له في بس دي فيزيتها عاليه، دي هتدفع مبلغ وقدره لانها جميله وزي لسه زي ما بيقولوا كده بشمعتها زي ما بيقولوا كده. فجاله ماله، بس في حاجه مش هتنفع انها تطلع في حته، لازم تكون عندي، ومش هينفع انها تكون فايقه لانها مش برضاها. لا مش برضاها ازاي يعني؟ انتوا من الاخر كده اللي هيحصل كالاتي، انا هديها المحفز، في حاجه اسمها طبعا يا جماعه اللي هو المحفز ده اللي هو بيبقى مسلوبه الاراده خالص، بس في نفس الوقت هي زي دركه، يعني ايه مش هيبقى طبعا متبنجه، هو زي البنج بس هي فايقه كل حاجه كده وحاسه كل حاجه يعني نسبيا، يعني بتبقى ريلاكس زي ما بيقولوا كده. فاتفقوا وقال لها ماشي. فجي طبعا الراجل وعندها، وهي طبعا بعد ما خلصت شغل البيت والكلام ده جايه مديها اللي هو العصير ده، فجت شربت العصير من هنا فلقيت نفسها ايه زي ما بنشوف كده او زي ما بنسمع كده عن الحاجه اللي كانوا بيسمعوا عنها، كان في قضيه عليها يا جماعه اللي هو المحفز ده. فجي طبعا لقت نفسها مش مظبوطه، فجي طبعا الراجل دخل فعمل اللي عمله. فطبعا جت بعد ما الراجل خلص ومشي، فجت طبعا البت فاقت وبقت تصوتها، طبعا هي ممارسه وعارفه، فجت بقى ظبطتها وعملت لها الايه سعفت الكلام ده، قلت لها بصي اوعي تقولي لاخوكي واهدي وخدي المبلغ. مبلغ ايه انت مش عارف عملتي فيها ايه؟ بس اهدي، لو انت اخوكي عرف اخوكي هو اللي هيروح في داهيه، اخوكي ممسوك عليه حاجه. المهم ايه فضلت تخوفها وفضلت تقول لها حوارات، فالبت زي ما تقولوا ايه ابتدت تخاف وترعبت، بحيث ان هي كل الحوار انها ما تقولش لاخوها ما تعرفوش، وفي نفس الوقت تبقى ماسكه ايه فماسكه شباكها عليها انها ايه ماسكاها وماسكه اخوها بس. فالمهم مره في اتنين في تلاته فجت قالت لها ايه رايك مره تانية ومبلغ. فزي ما تقولوا البت لما لقت نفسها راحت ولقت نفسها طبعا الغلابه مالهمش، هي بتبص عقلها بيقول كده الغلابه مالهمش مكان، وانا كده امسك فلوس واكسب، ولما اكسب وامسك فلوس ابقى اصيب واطفش من المكان كله واشوف حياتي في حته تانية، ده كان تفكيرها يعني. فالمهم جه اتفقت معاها وقالت لها بس ايه لازم يعني زي ما بيقول بالمحفز ده يعني. فقد كان مره في مره فطبعا البت الصغيره بقت عملت مبلغ كبير ومعاه مبلغ كبير، فابتدت ايه زي ما تقول عايزه بقى ايه تسيبها او عايزه تنشق عنها وتسيبها بالمبلغ الكبير اللي عملته. فجه اخوها، هي ما كانتش بتحط الفلوس ما فيش بقى ولا بنك ولا الكلام ده كله، فجت بتخبي الفلوس في اوضتها. فجه اخوها مره يعني بينده عليها، فما كانتش هي كانت موجوده عندها ففاكرها انها في البيت يعني. فدخل اخوها فلقى زي ما تقولوا ايه فلوس كانت ناسياها كده، فبيبص على الفلوس دي استغرب، ففضل يقلب كده ويقلب ده فلقى مبلغ رهيب، لقى مبلغ جامد، فاتخض قال لك ايه ده؟ فابتدى طبعا يشك وابتدى عايز يعرف ايه اللي حصل، فما ينفعش ان هو يقول لها مره واحده كده، فابتدى اخته يجيبها واحده واحده ويحاول يراقبها، عايز يعرف اخته دي هي زي ما هي ولا لا.
في اللحظه دي يا جماعه كانت اخته اتغيرت. يعني ايه كانت اخته اتغيرت؟ هو ابتدى يشك ليه؟ لان اخته بقت الاخضر والاحمر، بقت مهتمه بنفسها قوي، بتجيب حاجات غاليه جدا، بقت حاجه يعني يكون انها جميله بقت اجمل. فاخوها شك واستغرب، قال لها انت ايه وصلتي لايه وايه اللي بتعمليه ده؟ فجاه اخوها قال لامه بتاخد البنت وتكشف عليها. فطبعا جت لما امها بس ما تعرفهاش، فجت طبعا خدت بنت امها، خدتها على اساس انه رايحين تكشف عند الدكتور. امها خدتها وايه على اساس تكشف عليها. فالمهم اول ما دخلت وعشان الدكتور يكشف قامت جايه راميه امها وزقاها وزق الدكتور وجريت جري بره. فاتصلت بابنها اللي هي امها، اتصلت بابنها فبتقول له البنت ما رضيتش وبتاع وجريت. فعرف بقى، ففضل يدور وعليها وبتاع. فجي البنت جريت راحت فين؟ قامت جايه راح للست. فدخل طبعا طلع بغضب على الست اللي هي القواده دي، طلع عليها فبيقول لها فين البنت؟ انت عملتي ايه؟ انا هخلص منك، انا قلت له ده بس تقتل مين وتعمل مين؟ اهدى بس اهدى. قام جاي طبعا حصلت عركه بينهم وبين بعض، وحصل اللي حصل. فالبنت طلعت لما كان بيتخانق مع الست وكان فعلا بيخنق، يعني كان بيتجه ان هو يقتل الست وعمال يعتدي عليها. فاخته خافت عليه فخرجت تقول له اهدى بس انت هتخلص منها تقتلها. فلما لقى اخته قام جاي ماسك اخته فضل يضربها ضربتين بتاع يخبط دماغها بحاله هستيريه جات له. وانت عملتي ايه؟ انت بهدلتي نفسك، انت نزلتي راسي في التين، انت مش عارف ايه. فالمهم وهو ما حسش بنفسه، فالبت ايه روحها طلعت وخلصت. وكانت الست طبعا اتلحقت وهو جري. فجت طبعا الشرطه واللي حصل والموضوع اتكشف. وهو نفسه يا جماعه اللي راح واعترف لما لقى نفسه ان اخته راحت وهو قتلها، وهو خد اعدام بتاع الدليفري. والست طبعا اتمسكت واتمسك وراها ناس كتير قوي قوي قوي، بس طبعا مش كلهم. ودي من ضمن الحوادث اللي بتحصل، واكم من الحوادث واكم من الجرائم دي بتحصل لما الإنسان يملكه الضعف وقلة الحيلة عشان خاطر الفلوس ويسلم نفسه للشيطان. لازم النهاية تكون بشعة. ده اللي هنعرفه في قصة النهاردة. تعالوا بينا يا جماعة نعيش في رحلة صباح ونتعلم من قصتها. القصة بدأت بصباح. صباح دي كانت ست بيت وأم لطفلين توأم، وجوزها كان شغال في السكة الحديد، بس للأسف عمل حادثة ومات. صباح من بعد جوزها لما مات الحياة ضاقت عليها جدا، المعاش ما كانش بيكفي، وزاد الحمل لما جه صاحب العمارة زود عليها الإيجار. صباح ما كانش ليها في أي حاجة، ما كانتش بتعرف تشتغل في أي شيء، كانت ست بيت وبس. صباح كانت مقطوعة من شجرة، ما كانش ليها أي حد غير جارتها اللي اسمها منال. هي الوحيدة منال اللي كانت صاحبتها وكانت بتحكي لها، وكانت دايما منال بتساعدها. منال دي يا جماعة محدش عارف كانت بتشتغل ايه، ولا حتى صباح كانت عارفة هي بتشتغل ايه. كل اللي تعرفه المنطقة اللي منال اتطلقت وجوزها أخد بنتها وبقت عايشة لوحدها. فجت صباح في أحد المرات بتكلم منال وبتقول لها الحياة ضاقت عليا ومش عارفة أعمل إيه، والعيال بتكبر وما أنتش قادرة أمشي البيت، ما تشوفي لي يا منال أي شغلانة معاكي. منال ردت عليها وقالت لها ما أنت مالكيش في أي شغل وعمرك ما اشتغلتي أي حاجة. فصباح قامت جاية رد قايلة لها طب ما تشوفي لي أي حاجة معاكي عشان خاطر الولاد. فمنال في اللحظة دي قالت لصباح أنا هقول لك على سر، المنطقة نفسها ما حدش يعرفه ولا حتى قرايبي يعرفوا. قالت لها أنا بشتغل في شقق. فصباح استغربت ومش فاهمة هي تقصد إيه. فمنال قالت لها أنا ممكن أشغلك معايا بس بشرط لازم تكوني طرشة وعمية وخرصة، لا تسمعي ولا تتكلمي ولا تشوفي. صباح في الأول خافت من كلام منال، لكن منال قالت لها هو ده الحل الوحيد عشان تعيشي انت وأولادك كويس. بصي يا صباح، الزمن ده ما حدش بيعطف على حد، واللي مش بيعرف يجيب الجنيه هيداس. وشوفي انت صاحب العمارة عمل معاكي ايه، رغم ان عارف ان جوزك لسه ميت ما كملش سنة ومع ذلك ما رحمكيش. فصباح قالت لها بس ده حرام. فردت منال وقالت لها وايه في الحياة مش حرام؟ هتروحي تترمي في محل طول الشهر وفي الاخر مش هيديكي حق حتى مواصلاتك او اكلك. فقالت لها صباح بس انا ماليش في الحرام. فردت منال وقالت لها انت مش هتعملي اي حاجة، انت كل اللي هتعمليه هتقدمي اكل ومشاريب وبعد ما يخلصوا هتنضفي الشقة بس. فصباح لما سمعت كده وافقت على طول، لان صباح كانت فاكرة يا جماعة ان هي هتعمل حاجة غلط. منال كانت شغالة مع واحدة اسمها دلال او دولي زي ما بيسموها في الوسط بتاعهم. فكلمت منال دولي دي وقالت لها صباح وغلبانة وملهاش في اي حاجة وحلوة. فلما وافقت اللي اسمها دولي دي او دلال جت صباح قابلتها، فدولي فرحت بيها قوي لان لقيتها شابة صغيرة وجميلة وحلوة
ولما اشتغلت صباح كانت بتسيب أولادها عند جارتها في الوقت اللي بتشتغل فيه، وابتدت صباح تدخل عالم غريب من البشاعة والإسقاط والدعارة. صباح كانت بتقول اللي كانت بتشوف تسمع حاجات لدرجة إن كانت بتحس إنها مع شياطين مش إنس أو بشر زينا عاديين. وبالفعل صباح حالتها اتعدلت لدرجة إن هي سابت المنطقة اللي هي فيها وأخدوا شقة هي ومنال وقعدوا فيها عشان محدش يعرفهم. صباح في الوقت ده ودت ولادها مدرسة داخلية خاصة، لأن مستحيل كانت تقدر إنها ترعاهم، لأن أغلب وقتها كانت موجودة في الشغل في الشقة. وبالمناسبة دي كانت فكرة دلال إن هي تودي ولادها لمدرسة خاصة. وفي أحد الأيام كان في راجل قاعد وهي بتقدم له الكاس، فبصلها كده واعجب بيها وطلع لها فلوس كتير واداها لها. وجه الراجل جاب دلال وقال لها مين دي؟ فردت دلال او دولي، قالت له دي واحدة جديدة معانا، بس عشان خاطري بلاش، دي ست غلبانة وملهاش في حاجة وعايشة عشان ولادها وبس. فقال لها انا هزودلك الفلوس الضعف بس ظبطها لي. فردت عليه وقالت له بس مستحيل توافق كده، دي عشان توافق لازم انك تتجوزها. فرد عليها والراجل وقال لها وماله اتجوزها، مأذون موجود والشهود موجودين وعادي. فدلال عشان طمعها وعشان زود لها المبلغ، وكان مبلغ كبير جدا، راحت تقول لصباح انت عارفة مين ده؟ ده حسام، ده اغنى واحد موجود في هنا ومن عيلة كبيرة ومبسوط جدا، وانت بصراحة عجباه. فصباح اتخضت، قالت لها ليه؟ ما انت عارفة انا ماليش في اي غلط. قالت لها يا بنتي ده هيتجوزك رسمي وما تضيعيش الفرصة دي من ايديك، ده اي واحدة بتحلم بانها تتجوز واحد زي حسام ده. فمنال في الوقت ده شافت اللي حصل، فدلال قام جاي راح على منال واديتها مبلغ كبير جدا، بس ما تجيبيش سيرة لصباح عن اي شيء. ولما سألت صباح منال عن اللي اسمه حسام ده، فقالت لها ده من عيلة كبيرة وهيسعدك وهو بيحب الناس البلدي، لو طلب يتجوزك اوعي ترفضي، انت هتعيشي في نعيم انت واولادك. وبالفعل صباح وافقت انها تتجوزه، وجابوا المأذون واتجوزها رسمي. الاول صباح عاشت شهر ما كانتش تحلم بيه، سافرت وشافت الدنيا وعاشت حياة وكانت حاسة انها في عالم وحياة تانية خالص. لكن المفاجأة لما سافروا ايطاليا وهي في اوضة نومها لقت ناس داخلة بآلات تصوير وبمعدات، وشافت حسام اللي متجوزاه بيكلم الناس دي وبيرتبوا الأوضة، فهي اتخضت واستغربت. فجه حسام وبيقول لصباح انت عشتي شهرين حلوين اهو، عايزين بقى نشتغل، انت هتكسبي فلوس كتير جدا بس اسمعي كلامي. صباح قالت له شغل ايه وفلوس ايه واللي هكسبها ومين دول؟ وهنا يا جماعة ظهر الوجه الحقيقي لحسام لما هددها انه هيقتلها وهيقتل ولادها لو ما سمعتش الكلام وعملت اللي هو عايزه. اتضح يا جماعة ان دي شركة انتاج اباحية، حسام وظيفته انه بيستدرجوا البنات والستات بمواصفات خاصة عشان يمثلوا الافلام دي. واتصدمت صباح لما عرفت من حسام ان دلال ومنال قبضوا الثمن وهم اللي باعوها، وللأسف ما كانش عندها أي قرار غير إنها توافق عشان خاطر ولادها. ودخلت صباح في منعطف وبيئة تانية خالص. فحسام قال لها احنا هنعمل عقد معاكي ب2 وبعدها هتبقي حرة، وكمان زي ما قلت لك هتكسبي فلوس وهتعيشي ملكة في مصر. فعاشت صباح ومات جواها كل شيء، لا بقى فيها روح ولا حياة، وكانت كل هدفها وأولادها بس. فاستحملت الذل، وكان أغلب وقتها كانت بتشرب عشان تفقد الوعي وتنسى اللي هي فيه. كان كل همم صباح إنها تنتقم من اللي اسمها منال ودلال وحسام. وفي أحد الأيام قابلت شاب مصري كان شغال في مطعم في إيطاليا، كان اسمه فؤاد. فارتحت له جدا، خصوصا إنه كان إنسان ملتزم وطيب. فحكت له صباح عن حياتها وعن كل اللي مرت بيه لغاية ما جت هنا في إيطاليا. فؤاد اتصدم لما عرف وصعبت عليه جدا، فقال لها طيب أهم شيء تخلي بالك، لأن أكيد أنت ممكن تكوني متراقبة، وأنا هعمل اللي عليا وهحاول أنزلك مصر، بس أهم حاجة لا تجيبي سيرتي ولا تقولي انك تعرفيني ولا تقولي اي حاجة عني، عشان الناس دي بتقتل على طول. فؤاد كان اغلب الناس بتحبه لانه كان انسان محترم وملتزم جدا. فؤاد كلم ناس مصريين وايطاليين بيثق فيهم وكويسين وحكى لهم على صباح، وبالفعل قدر فؤاد انه يهرب صباح عن طريق المينا لمصر. فاول ما رجعت صباح اخدت ولادها واستأجرت شقة في مكان شعبي عشان ما حدش يعرفها. وصباح بعد ما اطمنت ان مفيش حد بيراقبها راحت صباح على الشرطة
وقعدت وحكت حكايتها عن اللي اسمه حسام وعن دلال وعن منال اللي غرروا بيها وضحكوا عليها ووصلوها للدرجة اللي هي فيها دي. المفاجأة يا جماعة ان الشرطة والمباحث كان عندها تحريات عن دلال وحسام وعن النشاط اللي كانوا بيقوموا بيه، وبالفعل عملوا لهم كمين وقبضوا على حسام اول ما نزل مصر واتمسك، وكمان دلال اتمسكت برضه وهي متلبسة وكان معاها منال. والغريب يا جماعة ان مش صباح بس اللي حصل فيها كده، ده في ستات كتير وبنات كتير اتبلغ بيها انهم مفقودين. ومع التحريات اتضح ان دي شبكة كبيرة مش بتمارس الدعارة بس، دي بتبيع بنات وستات معينة بمواصفات معينة عشان خاطر يستغلوهم في مثل هذه الافلام البشعة. وتعرف ان في بنات وستات اتقتلت لما حبت انها تبلغ الشرطة عنهم. وعلى حد علمنا يا جماعة ان حسام ودلال اخدوا اعدام لان ثبت عليهم القتل من البنات والستات اللي كانوا مفقودين، لان بعد التحريات اتضح انه كانوا بيترددوا فعلا على الشقق والبيوت اللي كانوا بيدير فيهم الدعارة دي. ومنال اخدت 15 سنة بس للأسف، وبعد سنة اختفت صباح واولادها ومحدش يعرف هي فين حتى الآن. ودي قصة من ضمن القصص كتير يا جماعة بيحصل كده، ويمكن اكتر كمان من ما احنا متخيلين. ويمكن دي الحالات اللي اكتشفت، في عشرات الحالات بتختفي الحقيقة معاهم. والرسالة اللي ممكن نطلع بيها من الرحلة البشعة دي ان مهما الحال ضاق عليك ومهما كنت محتاج فلوس، ابعد عن اي حاجة حرام، لان الحرام زي النار بياكل كل شيء جميل وكل شيء نقي وكل شيء طاهر. عافانا الله واياكم من دي فتن ومن دي بشر. وفي الاخير ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم القضية الجاية او القصة الجاية، والسلام عليكم.